أنا محمد داوود، عندي دكتوراه في جراحة المخ والأعصاب من جامعة برلين، وخاف لاكارت الله عندي 59 عام، إلا أنه لشفتيني في الزنقة بهذا الوجه المكمش، العظومة الخارجة، الشعر الشايب، اليدين شبعانين عروقة، تقول عندي 80 عام وبقى لي والو نودع هاد الحياة، وهذا الشيء كامل بسبب السر اللي بقيت مخبي هاد السنوات كامل اللي فاتوا. هم ومسؤوليه اللي عام على عام كيزيدوا تقلوا على كتافي من نهار عرفته، ولكن حتى لين كيبان لي هذا هو الوقت باش نفرقع هاد الرومانه بمره ونعاود لكم على كاع داكشي اللي كنعرف، عل وعسى نكمل هاد المعاوده كامله قبل ما يديموا الامانه امانته وتضيع على العالم الفرصه ديال انه يعرف الجواب على واحد من اكبر الاسئله اللي برزطاتو من نهار ولا كيفكر. كل شيء بدا شي سنين دابا، في نهار الحد ديال نهار مشتوي وكحل، كنت مريح مع عليا ما بيا في العياده ديالي، كنشرب في القهوه ديال الصباح باش نقاد المزاج، شويه ويدخل عندي اول زائر، دري باقي جون رقيق بزاف ووجهه صفر، من شوف الاولى بلا ما يدوي كنت غادي نعطيه الدواء بلا ما نقلبو، باينه شنو عنده، يا المصران او العسر الهضم المراره، هاد الامراض اللي ولينا كنسمعوا لهم بزاف هاد الايام، ولكن غير ريح الدري ما دوا ما تكلم، مد لي واحد الورقه كاتبها لي واحد طبيب معروف في البلاد فيها 5 ديال الكلمات: اشتباه ورم في المخ للفحص والعلاج. او علاش غادي يشك ان هاد الدري عنده ورم في المخ؟ ملي سولته باش كيحس قال لي انه دائما كيدير راسو عنده شوفه دائما مضبه. هو في الصراحه اعراض بحال هادي عندها بزاف ديال الاسباب: سوء الهضم، الامساك المتكرر، فقر الدم، طونسيون، نقصان الشوف ملي ما كتكونش كدير نضاضر، القلق النفسي. هادشي علاش بدا حتى انا كيضرني راسي اشنو اللي خلاه الطبيب يشك في انه ورم، حيت ماشي غير اجي ونقص هادشي كامل اللي قلتو دابا باش توصل لهاد التشخيص. المهم غير كملت القرايه ديال الورقه بديت نقلب في المريض، كشف ديال قاع العين، صوره ديال اشعه المخ، قلبت لي الطونسون ديال السائل الشوكي، درت لي الصمت ديال الراس. هادشي اللي خلاني نتاكد انه ما عنده حتى شي علامه كتدل على انه كاين ورم في المخ، وكل شيء طبيعي هاد الساعه. المريض شافني كنتبسم ويسولني: امضرا دكتور؟ خير ولدي، هاد الساعه كلشي كيبان لي عادي. سكت دري واحد شويه وحسيت بيه بحال كاع ما قنعته الهضره ديالي، ولكن الدكتور انا راه شاك في شي حاجه. بايا الشك ولدي، حتى لدابا كاع التحاليل اللي درت لك ما كيبينوا حتى شي مرض خيب. المهم باش نتاكدوا اكثر غادي ندير لك واحد السكانير اخر ونيت باش تطمئن. بين ما الممرضه كتوجد الشومبر اللي غادي نديروا فيها الاشعه، ريحت وبديت كنعمر في الدوسي ديال المريض بالاجوبه اللي كيقول لي، وبشويه بشويه بدا كيرتاح. انا سميتي رغيب دميان، مهندس ديال الضو، خدام في واحد لونيتي كدير الابحاث على الراديوم. واش مجوج؟ هو كيتبسم، هز يدو اليسريه اللي فيها الخاتم ديال الخطب وقال لي: في الطريق. منين متى هو كيدرك راسك؟ شي شهرين دابا. عاود لي على اول مره بدا فيها هادشي. بداو هاد النوبات في نهار الحد، نهار كحل فحال اليوم. كيفاش غادي نسعى وانا من ديك النهار حياتي تبدلات. داك النهار راجع من السينما الصولو في الليل، يلاه كملت واحد الفيلم ديال الخيال العلمي زوين. المهم ديك الليله كانت مظلمه نيت وانا راجع في حالي، واخا كنتمشى في ارض الواقع الا انه عقلي مازال عايش في عالم الخيال. كل ما كنهز راسي في الدنيا اللي دايره بيا وانا كنسمع الهضره ديالو كامله، الا انه كنكتب في الدوسي ديالو غير داكشي اللي مهم. شويه هو يسكت، هزيت فيه راسي حتى كيبان لي بدا بشويه بشويه كيميل، هو يغيب في البلاصه، عينيه محلولين على ما طاب جهدهم، بحال شاف شي حاجه اللي كتخلع دير بصح. كيتنفس بصعوبه وكيتمتم، يديه ورجليه كازين وقاصحين بحال العواد ديال الحديد. وانا كنحاول نشوف مالو نعتقو، عينيه تسدو بحال شي واحد اللي يغلب عليه الناس، الجسم ديالو ترخا بحال فمو بدا كيخرج كلمات مفروزه واضحه، غير وكان ما كانش بالعربيه، ولكن الدري بدا كيدوي بالاسبانيوليه. واخا كان مغيب كان كيدوي بواحد الطريقه كبيره، طريقه ديال شي حد اللي تزاد وعاش حياته كامله في اسبانيا. كان كيدوي وكيعاود بكل حرقه، وصوته غالبه عليه نبرات البكاء على صاحبه اللي كان مصارع تيران معروف سميتو دون سيباستيان كاميو. وبقى الصوت ديالو كينقص حتى سكت بالمره. انا في هذا الوقت كامل راه تبلونطيت في بلاصتي، ما عمرني في حياتي وفي المسيره المهنيه ديالي ما شفت شي حاجه بحال هكا. وهنا فين بدا كيدخلني الشك. ملي بدا الدري كيحل في عينيه وكيرجع للوعي ديالو، الشوفه في عينيه كانت كتخليك تحس بحال شي واحد رجع من شي عالم اخر. شد لي الدري في يديه وفي صوته مازال كاينه نبرات الخوف والبكاء، وقال لي: شفتي يا دكتور بعينيك دابا؟ ها انت حضرتي لوحده من النوبات اللي دائما كتجيني. تخيل معايا دكتور الجو اللي عايش فيه، راه ما يمكنش نبقى بحال هكا. واش خديتي الدبلوم ديالك من اسبانيا؟ جات وعجب نسول سؤال في حال هكا. لا، خديتها غير من هنا، انا اصلا عمرني خرجت حتى برا المدينه. واش قاري شويه ديال اللغه الاسبانيه؟ واخا قلت لي هاد الاسئله باللغه اللي موالفين كندوي بها عادي في البلاد ديالنا، الا انه دار فيا واحد شوفه ملي سمعهم ديال شي حد اللي ما فاهم حتى شي كلمه منهم. الدري باين ما عاقل على حتى شي حاجه من داكشي اللي كان كيدير هو مغيب، دونك هاد الاسئله ما كينفعوا في والو. ريحت في البيرو ديالي كنكتب داكشي اللي شفتو بعيني، واللي مع ذلك مازال ما بغيتش نتيقهم، وانا مستريسي وشبعان فضول. داكشي اللي شفتو راه ماشي صداع ديال الراس ولا حتى تيومور في الدماغ، هذه حاله اللي اول مره غادي نشوفها.
داك النهار كان الدري هو اخر مريض نشوفه، صافي ما قدرتش نشوف شي واحد اخر من غيره. دماغي وقف في بلاصتو، بقى كيعاود غير ديك السنته ديال الاحداث اللي حضرت لهم في داك الصباح المشؤوم. لا شهيه ولا نعاس بغاو يجيوني. كيفاش الانسان يقدر يدوي بكل طلاقه باللغه اللي عمرو تعلمها ولا حتى انه سمعها؟ ولا ما كانش هو اللي كيدوي في ديك الوقت، شكون غادي يكون؟ ياك ما الدري يكون مسكون؟ لا 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 لا، انا راه طبيب، ما يمكنش نفكر بهذه الطريقه، هادشي غير تخربيق. بحكم القرايه ديالي فراه اي حاجه حقيقيه خاصها تكون ولا بد قابله للادراك. اي حاجه كدور بينا نقدروا نفسروها بالمنطق، ولكن من مورا هاد الهضره كامله اللي كنت كنقول مع راساتي، واخا هكاك ما كنتش مرتاح حيت ما قلتش كلشي. مازال شحال من حاجه في الدنيا ما كنفهموهاش وما عارفين عليها حتى شي حاجه. هاد التلفازه اللي قدامي دابا كتشد كاع القنوات والاذاعات ديال الراديو، صور واصوات اللي كانت في البدايه غير كتسركل حدايا وانا ما كنشوفهاش ما كنسمعهاش، خارجه تماما على النطاق اللي تقدر تديتكت الحواس الخمسه ديالي. ولكن واش هاد الشيء كيعني ان هاد الموجات غير تخربيق وما كاينينش؟ حنا البشر في العاده ما تنعترفوش بداك الشيء اللي خارج نطاق الحواس ديالنا، ولكن هاد الشيء فيه واحد شويه ديال الغرور، حيت قليل هما الحوايج اللي كنشوفوا الحوايج اللي كنعرفوا. واش الطشاش اللي كنشوفوا ولا كنسمعوا ملي كنطيحوا في شي قناه خاويه هو بلا معنى، اولا غير الشلوغه اللي ما كنفهموهاش واللي ما نقدروش نفكوا الشفره ديالها دابا؟ ربما كاع هاد السكات اللي كيدور بينا هما اصوات ومحادثات اللي غير حنا الوحيدين اللي ما كنقدروش نسمعوهم ونفهموهم. هاد الافكار كامله خلقات في دماغي واحد الثقب اسود اللي بدات الجاذبيه ديالو الكبيره كتجرني ليه. كل ما كنزل كل ما العالم يدار بيا كيتقال والخلعه كتزيد. في ديك اللحظه وليت بحال شي دري صغير اللي كيتغمغم في المنطقه ديالو كيهز عينيه في البيتو وكيبداو يبانوا ليه كائنات غريبه في بلاصه الاتات ديالو. بزاف باش قدرت نخرج يدي من المنطقه ونشعل الضوء. الله، غير انا بوحدي اللي كاين في هذا البيت، غير كان كيتخيل ليا وصافي. انا اصلا ما تنخافش. واش هاد الكرسي هذا غادي يخلعني؟ انا راه انا اللي نخلعو. شي دابا نقدر نهزو ونلوحو من الشرجم وتكون هذيك هي اخر مره يتسمى فيها كرسي. حنا كنلعبوا هنا ولا شنو؟ واخا في البدايه كنت فازق بالعرق، ولكن مع هاد الشعال ديال الضو بديت كنرتاح وكنحس بالحريه والقوه في بيتي، وبشويه بشويه بديت كنتبسم، والبسمه من بعد ولات الضحكه اللي كسرت البيت كامل. كيفاش وليت على سبه فحال هكا؟ على هذا الحساب بهذا العمق نقدر نكتب كاع قصه ديال الخيال العلمي وندير لاباس ونقلب على شي حاجه كاع سميتها الخدمه ديال الطبيب. واش لهاد الدرجه يقدر الثقيل الظلام والوحدانيه يلعبوا بالدماغ ديال البشر؟ بالرغم من هذا المونولوج باش نطلع المورال، الا انه الصوره ديال داك الدري ما بغاش تحيد ليا من بالي. مشيت للكوزينه باش ندير واحد الكاس ديال القهوه باش تقاد المزاج، وريحت باش نخدم كاع دوك المعلومات والخبرات اللي جمعت حياتي كامله باش نلقى جواب على داك الشيء اللي شفت في الصباح. دابا حتى شي حاجه في الكون ديالنا ما كتغبر بالمره. الاصوات، الالوان، الطاقه بصفه عامه كتحول من شكل لشكل اخر. الطاقه الكهربائيه كتولي طاقه حركيه، والحركه كتولي حراره، والحراره كتولي ضوء. ملي كتشعل العافيه مثلا في الفاخر فراه ما كيغبرش في الاخير، ولكن كيتحول الرماد، الغاز، الحراره، البخار. هادشي بخلاصه هو القانون الاول ديال الثرموديناميك، اولا قانون حفظ الطاقه اللي ضروري غتكون قريتيه او على الاقل سمعتي به شي مره. دابا الا قدرنا نجمعوا كاع داكشي اللي مشتت في الكون ونردوه للشكل الاولي ديالو، فحال داكشي اللي كدير التلفازه للموجات ملي كتحولهم لصور واصوات، هكا نقدروا نسمعوا الاصوات ديال الشخصيات اللي ماتت شحال هادي، نقدروا نسمعوا خطابات اللي كنا غير كنقراو عليهم صافي. المهم انا دابا غير داوي خاوي، هادشي اللي كنقول فيه دابا راه هما غير افكار وليدة القلق وقله النعاس صافي. ولكن واخا هكاك يقدروا يكونوا بصح. ربما الدماغ ديال داك الدري فيه شي كومبينازون ديال النورونات اللي كتخليه يجمع كاع دوك الموجات بحال السيل ديال الراديو ويعاود ينطقهم من بعد. غير كيغيب كيبدا دير خدمته، وهكا كيفاش حتى ولا كيدوي باللغه الاسبانيه اليوم في الصباح. هاد الافكار كامله خلاتني نرتاح واحد شويه وبديت كنسرح وكندندن قدام الشرجم ديال الكوزينه وانا كنتسنى في النهار كيطلع. شويه قلت مع راسي اجي نشوف شي موسيقى اللي تكون هادئه او زوينه نجيب بها واخا غير ساعه ديال النعاس قبل ما تطلع الشمس. المهم وانا كنقلب في لي ديسك فيني اللي جمعت من ايامات الجامعه، شويه هما يطيحوا لي من يدي والحمد لله تهرس غير واحد منهم. ولكن وانا كنجمع في الطروفه المهرسه وهي تبان لي السميه ديال الالبوم اللي طاح، بكائيه اسبانيا في رثاء المصارع الاسباني الشهير دون سيباستيان. وهكا كاع ديك الراحه اللي جمعت ليل كامل مشات ليا في جمله وحده. من اول نهار جا عندي فيه المريض وانا فيما كندير شي تحليل اولا سكانر جديد وكتخرج لي النتيجه كنقراها حرف بحرف، كنفلي قنت بقنت كل جهه مجمجمه ومع ذلك كلشي كيبان طبيعي. ما بقى لي غير حل واحد، هو داك الجهاز الجديد اللي وصلنا غير مؤخر امريكان، جهاز تخطيط كهربائي الدماغ واللي كنقولوا ليه بالعاميه حنا الصمت ديال الراس. عرفتي هو فين كتشوف شي حد ملبسي ليه واحد جلده فوق راسو خارجين منها بزاف ديال السلوكه، ايوا هذاك. المهم الخدمه ديال هذا لاباراي هي انك تسجل النشاط الكهربائي ديال الدماغ وكترسمه على شكل واحد الخط اللي كيطلع وكينزل. المهم اللي طاحت في يدي هذه الرسمه هنا كلشي تبدل،
حيت كانت في واحد الدبدبه عاليه بزاف لدرجه انها كانت غادي تقطع التسجيل. هاد الدبدبه وصلت 90 ميكروفولت وكتعاود كل ثانيه وسط كاع دوك الدبدبات القصيره اللي كتبان في التسجيل ديال المخ عادي. واخا ما قدرتش نعرف السبب ديال هاد الدبدبه الغريبه الا انه خلاتني على الاقل نعرف انه بصح الدماغ ديال هاد الدري فيه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، خلاتني نميك ولو واحد شويه على سيناريوهات الخيال العلمي وما وراء الطبيعه اللي كانت كدور ليا في دماغي. افكار بحال انه يقدر يكون مسكون او عنده شي كومبينيزون ديال النورونات اللي كتخدم في الراديو. وبديت كنفكر اكثر في الامكانيه ديال ان هاد الدري يقدر يكون تصنت شي مره داك الالبوم اللي كان عندي في الدار وملي غيب بدا كيتمتم بالموسيقى اللي سمع. عرفتي بحال ملي كتسمع شي اغنيه اللي كتبقى لاصقه لك في راسك لدرجه انه ملي كتكون ساهي كتلقى راسك خدام كتغنيها. هزيت عيني في المكان اللي معلقه في الحيط اللي مقابل معايا وانا نتفكر انه اليوم عندي رونديفو مع الدري، ولكن هذيك اكثر من ساعه باش فات عليه الحال. وهنا فين بدا كيدخلني الشك، حيت ما عمره ما تعطل عليا ولو 5 دقائق كامله. بلا ما نشعر لقيت راسي راكب في الطوموبيل وهاز في يدي الدوسي ديالو اللي فيه عنوان ضروري اللي عطاني اول مره جا عندي العياده. ملي وصلت قدام العماره خرج عندي الكونسيرج وسولني: واش شريف على ما كتسول؟ ياك هنا فين ساكن المهندس راغب دميان؟ اييه سيدي، هنا فين ساكن المهندس. غادي يطلع عنده الشقه رقم 12 في الطابق السادس. غيرو كان راه خاصك تطلع عنده على رجليك حيت لاسانسور خاسر. ولا اني نهار زين هو ما فهمتش كيفاش كاع داكشي اللي كيجي من عند المريض شبعان مشاكل. واخا العماره من برا كانت كتبان نقيه حيت كانت صباغتها جديده، الا انه حيوط دروجها معريهم الزمان من صباغتهم. الديكورات الوحيده اللي كانت مزوقه بها هاد الحيوطه هما الشبكات ديال العنكبوت اللي كانت شاده كل قنت. طلعتي في الدروج خلاتني مع كل درجه نتفكر شحال بدا كيدخل معايا الزمان حتى انا وشحال شرفت، شحال تبدلت غير من اول نهار جا عندي فيه الدري للعياده. وانا حاطط يدي على الحيط كنحاول نطلع النفس ونستراح باش كنحس برجليا فازقين شويه. ما يمكنش او واش العرق وصل لهم حتى لتما، ولكن غير حضرت راسي لتحت عرفت انه ما جاي من الفوق. ما تسوقش ليه في الاول حيت قلت مع راساتي بلي غادي يكون غير شي واحد اللي كيجفف في العماره، ولكن كل ما كنطلع كل ما كيزيد يكثر هذا الماء اللي ماشي عادي ولكن خارج منه البخار. انا ما ولفتش كنسيق بزاف ولكن عمرني شفت شي حد اللي كيسيق لا بالماء سخون. ولكن ملي وصلت قدام البارتمان رقم 12 اخر شقه اللي كاينه في اخر طابق عرفت انه شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت الماء كان كيخرج من تحت الباب ديال البارتمان. واخا عيت ما ندق لدرجه انه كنت غادي نفرقع الباب حتى حد ما حل عليا اولا جاوبني من غير الصوت الروبيني ديال الماء اللي محلول على حده. فهاد اللحظه حرت ما عرفتش اشنو ندير، واش ما ندير والو حتى نعيط على البوليس وهما يدبروا راسهم او نفرقع الباب وندخل نشوف شنو كاين لداخل. قدام الباب مهرس ديال البارتمان رقم 12 والدار الغرقانه في الماء دخلت انا والبوليس للبلاصه اللي كان جاي منها الماء واللي هي الحمام. كانت الدنيا عامره بالبخار والروبيني ديال البنوار محلول على حده ولكن ما كاين حتى شي حد. من مور ما سدينا الروبيني دزنا من بعد البيت ناس ويتبان لنا واحد المراه لابسه بيجاما جالسه قدام الكوافوز ومحنيه على واحد المرايه صغيره وفي يدها التاف ديال الحجبان. قرب عندها البوليسي بشويه باش يشوف مالها. الساعه المراه مع الاسف كانت ميته وجهها صفر بزاف وداير واحد الشوفه ديال شي واحد اللي شاف اكثر حاجه كتخلعو. في البلاصه جبد البوليسي التليفون وعيط على الطبيب الشرعي والنيابه العامه باش يعلموا بداك الشيء اللي لقى. واش تقدر تكون هذه جريمه قتل؟ ولكن كيفاش وقعت بين السلاح؟ حيت من الشوفه الاولى كيبان انه ما كاين حتى شي اثر ديال ضرب او لا خنقه او لا جرح لهاد السيده وما كاين حتى شي نقطه ديال الدم في البيت كامل. واللي غريب اكثر هو انه كلشي في الدار مقاد في بلاصتو، دونك ما تقدرش تقول بلي شي حد دخل كان ناوي يشفر. على حساب داك الشيء اللي شفت يمكن المراه كانت معوله تدخل تحمحم دخلت شعلات الشوفه وحلات روبيني ورجعت لبيتها باش تقاد حجبانها بما يعمر البنوار. غير وكان شافت شي حاجه اللي خلاتها تموت حرفيا بالخلعه. شنو شافت؟ هذا هو السؤال اللي ما بغاش يحيد لي من دماغي. ولكن اجي بعدا شكون هي هاد المراه؟ الجواب على هذا السؤال كان في يدها اللي كانت شاده به النتاف، خاتم زوين ديال الذهب. هاد الخاتم ديال الذهب هو اللي خلاني نعرف انه هذه الخطيبه ديال الدري اللي قال لي انه كان ناوي يتزوج بها اول مره جا عندي للعياده. ولكن فين هو بعدا؟ يا كنت داير انا وياه باش يجي عندي العياده وما جاش؟ واش خرج هو في خبارو هاد الشيء اولا مازال ما عارف عليه والو؟ هادشي ما زاد غير الفضول ديالي ومشيت طليت في البيوت الاخرين، الصالون، السالامونجي والمكتب اللي ما كانش خاصو اصلا يتسمى مكتب. كاع الماتيريال ديال المختبر كبير واحترافي كاين تما، حتى من واحد المجهر اللي معروف باللي غالي بزاف ومجهد من ناحيه القوه التكبيريه كان محطوط فوق الطابلو حدا واحد لاباري اللي ما عرفتش ديالات اولا لاش كتليق، ولكن جاتني بحال اللي كتشبه لشي ترونسفو. تحت العدسه ديال المجهر كانت واحد الشريحه داكشي اللي فيها جاني بحال واحد نسيج حي، مجموعه ديال الخلايا مع بعضها اللي مكونه واحد النسيج جنيني. ما فهمتش انا اصلا اجاب الدومين ديال الدري اللي هو الهندسه الكهربائيه لكاع هادشي اللي كنشوف هنا، ابحاث في الشيمي، في التشريح، في الباثولوجي، في البكتيريولوجي، او اشنو كيصنع هاد السيد هنا؟ وانا راجع لبيت الناس فين كاين الجثه والبوليسي بزاف ديال الاسئله بدات كتسابق في دماغي، كل سؤال كيزيد يشككني اكثر في كاع داكشي اللي عرفت على هاد الدري. شنو هو راغب دميان؟ شنو كيدير في حياته وشنو هي خدمته ديال بصح؟ واش كاين في داكشي اللي قال لي ذره ديال الحقيقه اولا كلشي كان كذوب؟ ودابا الا سولني البوليس على فين كنعرف مالين الدار باش غادي نجاوبو؟
دابا واش نقول ليه بلي الراجل مريض عندي وشاك بلي عنده تيومر في المخ وغير كيطيح يبدا يهضر بالاسبانيه هو عمره ما قرا منها حرف واحد، اولا هادشي كيتعتبر افشاء ديال السر اللي ما خصوش كاع يخرج من باب ديال العياده. وانا كنفكر في الجواب ساهي في وجه المرأة اللي قدامي، تفكرت وجه الدري ملي شداتو ديك النوبه اول مره عندي، نفس الملامح، نفس نظرات الخوف ديال شي حد اللي شاف شي حاجه ما وراء الطبيعه. بلا ما نشعر لقيت راسي مغطى عيني بيدي على وعسى ما بقاش نشوف ديك الوجوه. واش كتعرفوا شكون كنعرف؟ هذا الراجل اللي مصور مع المراه في التصويره؟ لا ما كنعرفهمش، انا اصلا هذه اول مره كنجي لهنا. دار فيه البوليسي واحد الشوفه ديال الشك وانا نزرب عليه بالهضره. لا دابا راه جيت لهنا حيت عيطوا لي بالتليفون وانا في العياده ديالي، هذاك اللي دوا معايا قال لي انه مريض بزاف وما قادرش يخرج، عطاني عنوان وداك الشيء علاش جيت هنا. تقدر توصف لي صوته؟ لا في الصراحه ما بقيتش عاقل، حيت الوقت اللي جاوبت فيه كانت عندي العياده عامره بالناس وعاد زيد الصداع ديال الطوموبيلات في الشارع، راك عارف هذا الشيء كامل كيغطي على الصوت ديال الهضره. ما عرفتش كيفاش ومنين جاني هذا الكذوب كامل، ولكن شي حاجه فيه كانت باغي نبقى غير انا اللي عارف هذا السر. كنت كنحس انه كاع داكشي اللي كيوقع في حياه هذا الدري هي ديالي بوحدي، ما من حق حتى شي واحد اخر يتشاركوا معايا ولو حتى البوليس. المهم خليته هو كيقلب بيت ناس ورجعت انا للمختبر مره اخرى، كنحاول نزومي بالمجهر باش نعرف شنو داك العجب اللي كاين تما. ولكن ملي حسيت بلي الوقت ما غاديش يقدني بالخف بلا ما يشوفني البوليسي، ضربت الشريحه في يدي وتركت واحد الكارني احمر اللي كان محطوط تحت المجهر. عرفتي خاص يكون وجهك صحيح باش تشفر قدام بوليسي. الغريب في الامر هو انني ما حسيت بوالو في ديك اللحظه، لا خوف ولا تانيب الضمير، كلشي داز على وجه الفضول اللي كان عندي باش نعرف الا خد هاد الحريره. شويه وانا نسمع بوليسي كيعيط. شنو كدير؟ اجي قلت مع راسي صافي هذا هو الاخر ديالي، ضروري ما غادي يكون شافني كندور في الدار بوحدي وشك فيا اكثر. عرفتي في ديك اللحظه ركابي خو عليا، صافي غير غادي نوصل عنده غادي نعترف بكاع داكشي اللي كنعرف على هاد الدري وغادي نرتاح بالمره بزز باش قدرت نرجع عنده البيت. حتى كيبان لي السيد متكي على الارض شاد في يده واحد المكبر وخاش راسو في الزربيه اللي في الارض. قال لي اجي تشوف، راه لقيت واحد النقطه ديال الدم صغيره هنا. واه على زهر عندي، عرفتي ما الدم جاب. ملي شفت ديك النقطه الحمراء اللي كاينه في الزربيه شدتني الضحكه في الداخل ديالي. ما بغيتش نقول ليه الشيء اللي كتشوف فيها دابا راه غير نقطه ديال البيضادين. قلت مع راسي ما حد ما عارف والو، خليه مسكين يتخيل مع راسو كاع انواع الجرائم والسيناريوهات. هذه فرصه باش نحتفظ بالسر ديالي وما غاديش نزقلها. اعتذرت لي بانني خصني نمشي نشوف مريض اخر، ركبت في طوموبيلتي وزدت في حالاتي. كل ما كنقرب للدار كل ما كتزيد الفرحه ديالي. عرفتي شنو هو في جيبي؟ جاوب على كاع دوك الاسئله اللي ما خلاتنيش نعس. كان كيسحب لي انه غير غادي نحط الشريحه في المجهر ونضرب عليها طله مزيان غادي نعرف الحل. غير وكان ما كانش كيسحب لي راسي نيه لهاد الدرجه. داكشي اللي كان كيسحب لي في البدايه على انه نسيج جنيني كان مختلف تماما على شكل الخليه الجنينيه، حيت كانوا فيه طرفات زايدين في الاطراف ديال كل خليه. عرفتي بحال الشكل ديال الخلايا العصبي ديال المخ والحب الشوكي اللي كيكون عندهم واحد لاكسون اللي كيدوز منه الاشارات الكهربائيه. واللي غريب اكثر في هذه الخلايا هو انه الشكل ديال البروتوبلازم والنواه مختلف تماما عن الخلايا العصبيه العاديه، حيت كانت نواه كبيره بزاف ولونها في شي شكل بحال تقول خلايا سرطانيه. ولكن كونسير ديالها اش غيكون؟ الاوعيه الدمويه ديال النسيج ما كيبان عليها لا تمدد ولا اتساع ولا مزيره بحال ديال السرطانات، كلشي طبيعي فيها وما كاين حتى شي علامه ديال الانقسام ولا التكاثر الخلوي. ما بغيتش تفهم لي هادشي، كل جواب مخبي وسطو 10 ديال الاسئله وكل سؤال صعب من اللي قبل منه. دابا هو كونسير وماشي كونسير، بزاف ديال الخلايا العصبيه ولكن ماشي خلايا عصبيه. هنا فين تفكرت الكاني الاحمر اللي كنت شفرته مع الشريحه على وعسى لقى فيه شرح لهذا الشيء كامل اللي كنشوف. غير كان وانا كنقلب في الصفاحي ديالو لقيته غير كارني عامر بالليستات ديال الماكله والتقديم من عند الحانوت. ناري ما تقولهاش، طاحت في كارني ديال الكريدي. عرفتي في ديك اللحظه حسيت براسي فشلت، ضاقت بيا الدنيا، حيت فين ما كندير خطوه لقدام كنلقى راسي درت 10 للور. شعلت واحد الكاروت في الضو غير انا والافكار ديالي، حتى شي حاجه ما غتلهيني دابا على التفكير في شي حل هاد الخبره اللي وحلت فيها راسي. الوقيته الوحيده اللي كنقدر نشوف فيها شويه ديال الضو هي الشعله ديال راس الكارو مع كل نظره كندير. حتى لدابا سولني البوليس 3 المرات على داكشي اللي وقع، لونكيت مازال غادا وراغب دميان مازال ما لقاوش ليه الاثر تماما، الولف بحال عمرو ما كان، ياك ما يكون حتى هو مات. في التقرير ديال الطبيب الشرعي المشهد ديك المره كانت متعاديه بسبب خوف فجائي اللي خلات القلب يسكت والاعصاب تطفى بمره، سكته قلبيه بحال ديال شي واحد اللي مات وهو ضاربو الضو. وهنا جاني هادشي في شي شكل، اشنو هي الحاجه اللي تقدر تخلعك لدرجه انها تسكت لك القلب في مره وتموت في البلاصه؟ كنت كنعرف انه كاع التفكير كامل وكاع الاسئله راه غير مضيعه الوقت بالنسبه ليا. الشخص الوحيد اللي يقدر يجاوب عليه هو راغب دميان، هو الوحيد اللي عاش هاد النوبات ديال الخوف، هو الوحيد اللي عينيه تحلوا على مطب جهدهم حتى كانوا غادي يخرجوا من بلاصتهم بحال شي مدمن ديال المخدرات اللي ما خداش الشوكه اللي مولف عليها، هو الوحيد اللي بدا كيتكلم بلغه اللي ما عمره ما قرا منها ولا حرف. كيفاش انا غادي نقدر نفسر هاد الحاله
واش هي حاله عصبيه او نفسيه او روحيه؟ واش هذه اصلا حاله اللي نقدروا نفسروها بالعلوم الطبيه اللي كنعرفوها حاليا؟ وهنا قلت مع راسي اجي نعاود نشوف دوك التصاور ديال الاشعه مره اخرى، الاشعه الضوء باش نقلب فيهم وحده من مورا الاخرى شويه ويطيح ليا بحال الالهام. وهي في الصراحه صدفه اكثر ما هي الهام، حيت فوق الطبله ديال الضوء اللي كنشوفوا عليها الصور ديال الاشعه كانت واحد الصوره اخرى ديال الجمجمه ديال الراجل ما عنده والو. لاول مره غنقدر نقارن ما بين الجمجمتين. داك الظل اللي في الصوره ديال جمجمه راغب دميان ما كانش ظل عادي، ولكن كانت العظام ديال الجمجمه رقيقه على العظام العاديه. عرفتي صعيب تلاحظ هذا الفرق بلا ما تكون عندك شي حاجه اللي تقارن بها. هادشي اللي ما خلانيش نرد لها البال في الاول. كان العظام رق والفراغ ما بين الجمجمه والمخ كبر. ياك ما يكون مرض ديال العظام؟ لا ما يمكنش، حيت ماشي كاع العظام رقاق بحال هكا. ها انت شوف معايا، العظام ديال العنق مازال كيف ما هي، غير ديال الجمجمه هما اللي مبدلين. يعني شي حاجه اللي وقعت في المخ وهي اللي اثرت على العظام. على حسب داكشي اللي فهمت يمكن المخ هو اللي تزاد في الحجم، وهو نيت اللي بزز العظام ديال الجمجمه انها تمدد وترقاق. وهادشي نيت كيشرح علاش في الصوره ديال الصمت ديال الراس كانت ديك الدبابه اللي طلعت من 50 ميكروفولت ل 90 ميكروفولت. وهنا ويا ضرب لي في دماغي انه كاع داكشي اللي وقع لدماغ راغب دميان هو نيت اللي وقع للخطيبه ديالو. هزيت التليفون ديالي باش نهضر مع الطبيب الشرعي اللي كتب الرابور ديال الاوتوبسي. انا في البدايه كنت باغي نعرف غير شنو وقع للجثه وفين هي دابا. ساعه من زهري ما عرفتش واش الزهر مقاد ولا عوج. ما كنتش محتاج نكثر معاه الاسئله حيت هذا السيد طلع شبعان هضروا ما كيتقاداش. ديك الجثه صراحه بقات عندنا 3 ايام في المورغ بلا ما يعرف عليها حتى شي واحد شي حاجه. في النهار الرابع جا واحد الراجل كبير في العمر كيقلب على بنته اللي خرجها هذه مده من الدار ومازال ما رجعت. ملي وريناه الجثه طلعت هي بنته. الصراحه الحاله اللي كان فيها كتقطع القلب. دابا مده هذه وانا خدام مع الموتى، ومع ذلك الحاله ديال العائلات ملي كتشوف شي حد ميت ليهم مازال كتاثر فيا. ملي يكون شي حد مختفي كتبقى العائله ديالو كتقنع راسها انه هو خداز اعوام واعوام وما سمعوا عليه حتى شي اخبار، واخا يقولوا لهم انه يقدر يكون ميت كيبقاو مآمنين انه مازال حي، مازال عايش في شي بلاصه، وواحد النهار غادي يرجع لعندهم وغادي يلقاوه. اللي كيخليهم متثبتين بهذا الخيط الرفيع ديال الامل هو انهم مازال ما شافوش الجثه، يعني حتى شي حاجه باقا ما محسومه، ولكن غير كيشوفوها هنا في المورغ كل شيء كيتبدل. كاع داك الحزن والياس، كاع داك الوقت اللي دوزوه بلا داك الشخص، وكاع داك الوقت اللي ضيعوه وهما كيقلبوا عليه وكيقنعوا راسهم انه اي حاجه كتبلوكي في الاول بفكره انه مازال ما كايناش الجثه كتفيض في خطره واحده، بحال شي براج ديال الماء اللي كان عامر حتى الفم وشبعان شقوقه وتهرس في دقه واحده. كل شيء في ذاك الوقت كيخرج، واحد البكا حرقه وواحد الغوات وصوت اللي يقدر يفيق الميت من قبره ويخلي شي واحد اللي قلبه حجر يدمع. لحظات بحال هادي عمرها تنسى ليا ولا غنقدر نولف عليها شي نهار. اسمح لي واقيلا كثرت عليك بالهضره، ولكن راه ملي كتكون خدمتك مع الموتى كتولف انك تنسى راسك وتبقى تدوي وبلا ما تسنى الجواب. المهم السيد من بعد ما شاف بنته سينا على اوراق تسليم تحت اسم ابراهيم عوض وداها معاه هذيك الساعه. الغد ليه يعني اليوم قريت في الجورنال النعي ديال المراه سميتها ماريا عوض وباللي غادا تدفن في الصباح في مقبره الكاثوليكيين اللي كاينه في الاخر ديال المدينه. قطعت معاه من مورا ما شكرته على وقته والمعلومات اللي عطاني، وانا في بالي حاجه واحده هي انني ما خصنيش نضيع الوقت حيت خصني نوصل للمخ قبل ما تحلل الجثه. لبست حوايجي وركبت في الطوموبيل وبالخف لقيت راسي قدام باب المقبره. كانت ديك الساعه 11 بحال هكاك ولا 12 ديال الليل، الدنيا كانت مظلمه والبرد قاصح ومتلج، السقيل والشوارع خاوي من البشر. في ديك اللحظه حسيت انه ما كاين حتى شي فرق ما بين داكشي اللي كاين من الجهه البرانيه ديال المقبره وداكشي اللي كاين في الداخل ديال المقبره. السقيل واحد، نعاس واحد، راحه وحده، غير شحال كدوم هو الفرق الوحيد اللي كاين ما بين هاد جوج جهات. المهم الناس اللي كانوا ناعسين داخل المقبره هو العساس. النعس اللي كان داير وسط البراكه خلاتني ما نعرفش واش هاد السيد ناعس مؤقتا او لا ناعس بمره، ولكن اللي عارف ومتاكد منه هو انه بلا بيه ما غاديش نقدر ندخل وما غاديش نوصل للقبر. زعمت شويه وبديت كندق على باب العساس حتى سمعت شي واحد كيتثاوب وكيتمشى جهه الباب. غير حل عليا الباب وشفت وجهه بديت كنبتسم. طلع العساس واحد من الناس اللي كانوا كيداووا عندي شحال هادي. غير قلت لي اني باغي نشوف الجثه الفلانيه بامر من المحكمه. ما عاودش معايا السيد الهضره وما كانش من العاكزين. لبس الجلابيه ديالو فوق السروال ديال عادل الامام وهز معاه البيل البالا الفاس وداني حتى لقدام القبر ديال المراه. بدا كيهز في الحجر اللي كاين في القبر وانا عيني ما محيدينش عليه. كل ضربه بالفاس والبالا كنت كنحسبها ضربه على الاعصاب ديالي. اخيرا صندوق قدام عينيا، هنا فين كاين الحقيقه كامل اللي ما وقع بيني وبينها غير غطا ديال الخشب. على الضوء ديال البيل حليت الغطا ديال الصندوق، يا ريتني ما حليتوش. داكشي اللي شفت خلى الشعر ديال اللحمي كامل يوقف عليا وداتي بردات بزاف. بدا كيتخيل لي ان الصوت ديال دقات قلبي بكثره ما هما مجهدين غادي يفيقوا الموتى. البيل اللي كنت شاد في يديا تملص ليا وطاح في الارض بكثره العرق اللي فيهم.
كان كيسحب لي شحال هادي انهم ملي كنشوفوا شي حاجه كتخلع ولا كتشكل عندنا خطر داك كتخليك سوا تدافع على راسك قدامها او تعلق وتخليها من موراك، ولكن في اغلب الحالات الذات ديالك كتبلوكا. كاع داك الادرينالين، كاع داك الدم اللي المفروض انه يوصل ليديك ورجليك باش تهرب، ما كتعرف ما دير بيه وكتبقى واحد في بلاصتك. وهذا الشيء نيت اللي وقع لي في ديك اللحظه. بغيت نهرب كيف ما دار العساس، ولكن بزز باش قادر نبقى واقف على رجلي بكثر الخوف والدهشه. هي كانت جثه متجبده في الصندوق، ولكن كانت بلا راس. من نهار شفت داك المنظر في المقبره وانا الا قدر يجيني نعاس كيجوني مع كوابيس في شكل. كنشوف راغب عطاني بالظهر واقف قدام بايس ديال المختبر وكيدوي مع راسو، غير كنقرب لعندو باش نشوف وجهه كنلقى عيني مقلوبين فحال مغيب، حوايجو حمرين بالدم، وغير كنشوف ليه في يدي كنعرف انه ما كانش كيدوي مع راسو ولكن مع الراس ديال مراتو، وتما فين كضربني الفيقه. كنبقى نفكر فاشنو غادي يكون لقى في داك الراس والمخ اللي وسطو. المخ هو مجموعه ديال الخلايا الحيه اللي كتسمى راسها مخ. كيفاش كتشوف، كتسمع، كتحس، كتشم، كيفاش اصلا كتحس بالالم وهي ما فيهاش مستشعرات ديال الالم، كيفاش هذوك الخلايا كامله تخلق فيهم الوعي والادراك. كاع دوك المعلومات اللي كيوصلونا من العالم الخارجي المحطه الاخيره ديالهم هي الدماغ، تما فين كيتعالجوا وكيتعطى لهم معنى. ولكن واش ديك الترجمه والمعالجه اللي كيديرها المخ نقدر نقولوا عليها صحيحه؟ اشنو اللي كيضمن لنا هادشي كيشرحوا مزيان افلاطون في امثله الكهف. تخيل ان ناس عاشوا حياتهم كامله مكبلين بسلاسل وسط كهف تحت من الارض، عمرهم شافوا العالم الخارجي ولا داكشي اللي دار بهم في الكهف ولا ريوسهم ولا حتى الوجوه ديال الناس اللي معاهم. كاع داكشي اللي كيشوفوه هو الظلال ديال الناس، الحيوانات والاشياء في الحيط اللي مقابل معاهم ملي كيدوزوا من قدام تقبل اللي كاين الفوق واللي ديما عاطينها بالظهر. بالنسبه لهم داكشي اللي كيشوفوه هو اللي كاين، هو الواقع والعالم الحقيقي. ولكن واحد النهار واحد فيهم قدر يهرب من الكهف وخرج للعالم الحقيقي اللي كنعرفو حنا. كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديالو؟ غير الضوء ديال الشمس بوحدو كافي انه يخليه مده هو اعمى حتى تادابط عينيه على الضوء. دابا واش دماغو يقدر يستوعب كاع داكشي اللي كيشوف؟ كاع دوك الظلال اللي دوز حياته كامله هو غارق فيهم ما هما الا جزء متناهي الصغر من الواقع. ملي رجع من بعد الكهف باش يعاود لصحابو داكشي اللي شاف باش ينورهم من ظلمات كهف العقل اللي عايشين فيه، حتى حد ما تيقوا. كلشي اعتبروا غير مسطي كيخربق بحوايج خرافيه اللي عمرها تدخل العقل. هكا غادي نوليو مآمنين 100% ان الخروج برا هو حاجه اللي حتى حد بعقله ما خاصو يديرها. دابا من بين الحوايج اللي بغى يوصلنا افلاطون بهذه الامثله هو انه داكشي اللي كنشوفو كنعتبروه هو الواقع ماشي بالضروري يكون هو كلشي. حتى حاجه ما كتضمن لينا انه كاينه غير تبقى وحده ديال الحقيقه. علاش ما يكونوش الناس اللي عايشين برا الكهف ماشي احرار كيف ما كيسحاب لهم، ولكن اسرى كهف اكبر، كهف اللي ما عندوش حيطه من حجر وطين والظلال ديالو ماشي انعكاس ديال الضوء. هذه دابا الوحده ديال الليل وانا مازال ما بغاش يعطف عليا الناس. قلت نقرا شي حاجه باسه وممله على وعسى تجيب شي مفعول. باش نقلب واحد العرام ديال المجلات والجورنالات اللي كانت حدا الناموسيه اللي طاحت قدامي كنقراها، الاعلانات، الابراج، المقالات الممله، صفحات الحوادث، واخا ديال الجورنالات اللي دايز عليهم اسابيع واللي فايت لي قريتهم. مع الوقت بدات الكتبه كتراقص قدام عيني اللي بديت كنحس بهم كيتلصقوا. قبل ما يتسدوا بخطره بانت لي في القند ديال صفحه الحوادث عنوان مقال صغير كيدوي على السرقه ديال 10 ديال الليباري ديال الراديوم المشع من قسم ابحاث الراديوم في الحي الصناعي، واللي مديكلاري على هذا الشفر وداير معاه استجواب وهو مدير ديال القسم هو راغب دميان. في ديك اللحظه داك شويه ديال الناس اللي قدرت نجمع طار من عينيا وقفت من بلاصتي كنقرا ونعاود نقرا في هذا المقال. كان كيسحاب لي في الاول انني غير بديت كنهلوس بسبب قله الناس، ساعه طلع الاسم اللي كنشوف حقيقي راغب دميان، والتاريخ اللي خرج فيه هذا الجورنال داز عليه اكثر من 3 سنين. كنت دائما كنتعجب ملي كنتفرج في شي فيلم او مسلسل وكنشوف الشخصيات كيطيحوا على معلومات مهمه غير هكاك بالزهر، الا انه اليوم وقع لي نفس البلان في شكل جورنال قديم 3 سنين مازال عندي في الدار وفيه من الفوق معلومات على شخص اللي يلاه عرفته غير مؤخرا. دابا بدات كتوضح عندي الصوره اكثر، ما بانش لي شي واحد من غيره اللي غادي يغامر ويشفر هذا الشيء من المعمل اللي فيه ماتيريال اللي يساوي زباله ديال الفلوس. دابا بقى لي غير نعرف فين هو هذا راغب دميان وفين مخبي هذا الليباري، وراس الخيط الوحيد اللي عندي باش نوصل ليه هو الراديوم. غير طلع الضو ديال النهار مشيت شريت العداد ديال الكايكار. الا فايت لك شفتي المسلسل ديال تشيرنوبل فراك غادي تعرفوا. عرفتي هي ديك لاباري اللي كتقيس لي غادياسيون اللي كتخرج من المواد المشعه في الراديوم مثلا. ومن بعد قسمت المدينه ل10 ديال الاقسام، كل نهار كندور بالطوموبيل منطقه عين على الطريق
وعين على الكونتور، ولكن نهار على نهار المورال ديالي داير كيف الشوكه ديال الكونتور، دايما طايح للزيرو. البلاصه اللي دزت منها ما كنلقى فيها والو. في النهار الخامس دربات لي فراسي انه ربما حقرت الدري، وربما هو حاط هاد لي باري في كفر بلاندي بالرصاص اللي ما كيخليش هاد لي غاديسون تخرج، وهذه حاجه طبيعيه من المهندس اللي عارف شنو كيدير. هاد الفكره فشلتني في البلاصه، باش كنحس انه كاع الدوره اللي دارت هاد 5 ايام كامله اللي فاتوا ما كان عنده حتى شي معنى، باش كنحس براسي بحال سيزيف، حتى كندفع الحجر القمه ديال الجبل وكتعاود تكركب البلاصه اللي بديت منها. واش حتى انا محكوم عليا بهذا المصير؟ ولكن شنو درت باش نستاهل هاد العقوبه كامله؟ وانا راجع في حالي مع الجوايه ديال 6 العشيه فكرت في واحد القضيه اللي كنت ميك عليها من البدايه ديال هاد الرحله، وهي الكارني الاحمر. ما يمكنش كارني ديال الكريدي يكون محطوط جنب الميكروسكوب غير هكاك بلا ما تكون فيه معلومات اكثر اهميه من التقضيه. بالخف جبت الكارني من جيبي وبديت كنقلب فيه. غير في الصفاح الاولى مكتوب فيها التقضيه بقلم رصاص لاحظت ان الصفاح الوسطانيين الخاويين فيهم واحد الريحه ديال الحموضه. ويلي علاش ما فكرتش فيها من البدايه؟ علاش ما تكونش هاد الوراق اللي كيسحب ليا انها خاويه عمرنيت بالكتبه غير وكان ما كتبانش ليا دابا. اللي زاد اكد لي هاد القضيه هي الريحه ديال الحامض اللي كان كيتستعمل شحال هادي كمداد السري اللي كيكتبوا به، وكتبقى تبان صفحه بيضاء محدو في درجه حراره عاديه، ولكن غير كتسخنوا من التحت الكربون اللي في عصير ديال الحامض كيتفاعل مع الاكسجين وكيولي قهوي، دونك تقدر تقرا شنو مكتوب به. وهادشي نيت اللي درت الورقه ديال الكارني، غير سخنتهم بالبريكه بدات كتبان لي فيهم معادلات كيميائيه غريبه، ملاحظات مخربقه بالعربيه الفصحى فحال ماشي كامله. المهم بديت كنقرا. الا خدينا من جهه المثال ديال عضلات القلب اللي كتنقابض 70 مره في دقيقه، ومن جهه اخرى المثال ديال عضلات البوزروق اللي كتنقابض غير مره في شحال ديال الوقت، فرق نلقاو ايضا عضلات ديال الجناح ديال الحشرات اللي كتنقابض 500 مره غير في ثانيه واحده. الماده البروتينيه اللي كتكون منها عضلات الحشرات هي لاكتوميوسين. اشنو اللي كيخلي هاد العمليه الكيميائيه عند الحشرات تكون بهذه السرعه والكفاءه؟ من بعد لقيت جوج ديال السميات كبار حدا بعضياتهم: الجسم الصنوبري في المخ واثر الاشعاعي للكروموزوم. حاولت نفهم دوك المعادلات الكيميائيه ولكن فهمتي في الكيمياء على قد الحال. علاش كاين هذا الاهتمام الكبير بالجسم الصنوبري؟ الا عمرك سمعتي بهذا الجسم فراه كيقولوا انه غير طرف صغير زايد في المخ. شحال هذه كانوا كيعتقدوا انه هو مركز الاتصالات الروحيه اولا هي العين الثالثه اللي كتخليك توصل اولا تشوف عالم اخر بعيد عن العالم ديالنا، وهذه واحد الحاجه اللي معروفه بالخصوص في الشامانيزم. اشنا هي العلاقه اللي ما بين الكروموزومات والتاثير اللي غادي يصنع عليهم بماده الاكتوميوسين؟ واش دوك المعادلات الكيميائيه هي محاولات باش يوصل التركيبه ديال هذه الماده؟ يمكن داكشي اللي كيقلب عليه راغب دميان هو سر الحياه. يمكن يكون اخيرا طاح على الدور الحقيقي ديال الجسم الصنوبري. على ود هذا السر قادر يشفر ويقتل اي واحد في طريقه، حتى من مرتو ما رحمهاش. وربما هذه ماشي هي اول او اخر جريمه ليه. في هذا الوقت كامل نسيت راسي انني مازال صيك، ما جيت فين نخرج من دوامه التفكير ونرد البال الطريق حتى خرج يرموك من الجنب. بديت غير كنخربق بالكيدون ديال الطوموبيل. الوقت في هذه اللحظه تقال عندي. كاع داكشي اللي دوزت من نهار دخل عندي فيه الدري العياده بدا كيبان لي قدام عيني بحال شي فيلم. حنا البشر ما كنحملوش الحوايج اللي ما كنفهموش. قلت البشر ولكن في الصراحه خصني نقول المخ ما عندوش مع الغموض او الفراغ، خاصو دائما يبقى مشغول ويخلينا مشغولين معاه. كيخلينا دائما نجرو مورا الدنيا هربانين من الفراغ. كل واحد عطيه معنى وسبب لهذا الماراطون اللي تابعو. يقدر يكون السبب الفلوس، الشهره، الحب، النجاح اولا غير الفضول. ما عرفتش شنو السبب ديالك انت اللي مخليك تجري في هذه الدنيا، ولكن يمكن انا عرفت السبب ديالي دابا. ولكن واش كاع هاد المعاني والاسباب اللي كنعطيو راسنا هي مقنعه وتستاهل هذا الوقت كامل اللي كنضلوا نجريو فيه؟ المهم بالنسبه لي انا هو انني وصلت للنهايه ديال الجري ديالي. واخا هكاك مازال ما متاكدش واش كان هاد الجري في ماراطون اولا غير في 100 متر، ولكن اللي متاكد منه هو ان هاد الوقت كامل ضيعته غير وراء الاسئله اللي غادي نموت بلا ما نعرف جواب عليها. على الاقل غادي نقدر نرتاح دابا والنعاس اللي غادي يعوضني على كاع الليالي الارق اللي دوزت. الفكره ديال الراحه خلاتني نسد عينيا وانا كنبتسم. بديت كنحل عينيا بشويه بشويه، الا انني واخا هكا كنشوف غير الكحوليه. كاع داكشي اللي داير بيا مظلم وكنشم غير الريحه ديال التراب. واش تدفنت؟ واش انا دابا في القبر؟ شويه حتى كنسمع الصوت ديال الناس كيهضروا كيغوتوا، شي حاجه كتزعزع بيا. مع كل الزعزعه بدا كيبان لي الضوء ديال الشمس، حتى بدا كيبان لي الوصل الطوموبيل ديالي، وبزاف ديال الفلاحه مجموعين كيحاولوا يجروا الطوموبيل اللي كانت مغروسه في التراب. انا مازال حي، الله الحمد لله. تكتب لي عمر جديد. ملي خرجت الطوموبيل بشق الانفس من الواحه اللي كانت فيها، بينما واحد من الفلاحه كيعاود لي كيفاش حتى خرجت مباشره في الارض اللي في جنب الطريق، بديت كنسمع واحد الصوت مشد جاي من تحت الكرسي الوراني ديال الطوموبيل. الصوت ديال الكونتور غايغر
كيعلمني بلي ديتيكتا اشاعات قريبه من هاد البلاصه، ما يكونوا غير اشاعات ديال الراديوم. وهادشي كيعني قربت البلاصه اللي مخبي فيها الدري. هزيت عيني في البلاصه اللي دايره بيا، ما كاين غير الاراضي الزراعيه، من غير في واحد الارض بعيده بشي 500 متر كتبان فيها واحد الفيلا مخلويه بوحدها غير في الوسط. الاحتمال الوحيد اللي كاين هو ان هاد لي غادياسيون جايه من ديك الفيلا اللي مخبي فيها راغب داميان. واللي زاد شجعني اكثر على هاد الفكره هو الصوت المجهد ديال الكونتور اللي خليني نتاكد ان الراديوم ما محطوطش في كوفر بلاندي، يقدر كاع يكون خدام به دابا نيت. ديماريت الطوموبيله بشويه وقربت تحت الفيلا، وقفت تحت واحد الشجره وبديت كنفكر شنو ندير. واش نمشي نقصد الباب وندق ونليها ليها؟ لا 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 لا, لا. هذه اغبى حاجه نقدر نديرها دابا. هكا غادي غير نعطي الفرصه باش يهرب الا كان بصح كاين في الدار. اجي علاش ما نغامرش بالطوموبيل ندور اللور ديال الفيلا حتى يبان لي شي شرجم اولا شي بالكون ونطلع من تما وندخل. وهذا الشيء نيت اللي درت. رجعت ديماري الطوموبيل ودرت على الفيلا من بعيد حتى بان لي واحد البالكون في الطبقه الاولى. قربت تحته، طلعت فوق الكابو ديال الطوموبيل ونقصت لداخل. لقيت راسي في بيت ديال النعاس خاوي. حليت الباب على المرح حتى كيبان لي بيت بابا محلول وشاعل فيه الضو. الا طليتي من الباب كيبان لك واحد لوطوكلاف كبير. هاد لوطوكلاف بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كيتستعمل في المختبر باش يوصلوا لدرجه حراره اولا ضغط عالي. ياك ما الدري داخل دابا المعمل وخدام على شي حاجه، ندخل ولا نتسنى حتى يخرج وندخل نبقشش على خاطري؟ بان لي ان الحل الثاني هو الحل اكثر امان في هذا الموقف. حتى حاجه ما كتضمن لي ان رده الفعل ديالو غتكون مزيانه الا شافني دابا قدامه. رجعت لبيت الناس وتخبيت تحت من الناموسيه ساعه وانا عاصر لتحت، ومع ذلك ولا صوت حركه واحده سمعته من المختبر. وهنا فكرت انه ربما الدري خرج من الدار وخلى الضو الشاعل باش يوهم الشفاره والفضوليين انه كاين شي واحد لداخل باش حتى واحد ما يزعم يدخل. هنا زعمت وخرج من بيت ديال الناس. طلعت الفيلا كامله خاويه، كيبان لي غير ضيعت ساعه كامله من حياتي مع الخمله. قصدت المختبر حتى كيبان لي الكونطوار كامل عامر بقراعي ديال الزاج كبار فيهم شي حاجه. غير قربت لعندهم لقيتهم بزاف ديال المخاخ بشريه مقطعين ومحطوطين وسط الفورمالين ومحيد منهم غير الجسم الصنوبري. الدم في العروق ديالي تجمد في البلاصه. هاد المنظر ما كنت كنشوفو غير في الافلام ديال الخليع والقتيله، وفي الغالب اللي كيشوفو كيكون هو اول واحد كيموت في الفيلم. ياك ما انا دابا وسط الدار ديال قاتل متسلسل، شي كانيبال اولا شي بسيكوبات اللي عز عليه دار التجارب بالاعضاء البشريه. دورت عيني في المختبر، بزاف ديال المحاليل والقراعين اللي فيهم انسجه حيه، بزاف ديال الميكروسكوبات لي بيغات مرصوصين فوق من الكونطوار، وتحتهم كاين واحد جينيراتور ديال كورون ستاتيك، وفي القنت كاع كاين واحد الكوفر بلاندي برصاص بابو محلول وخاوي من الداخل. وفي القنت الاخر كرسي في شي شكل، كرسي في حال ديال الدونتيس ولكن في جهه الراس كاين كاس كيتبدل على حسب المحيط ديال الراس، وفي الجنب ديالو خارجين منه 3 ديال الكرات ديال الزاج. يمكن الواحد كيريح في الكرسي كيحط فوق راسو الكاسك اللي كيعبر المحيط والقطر ديال راسو، من بعد كتضرب فيه اشعه مركزه من الجناب ب3 اللي فيهم هاد الكرات باش تجمع في بلاصه واحده في المخ اللي هي الجسم الصنوبري. ولكن اشنو نوع الاشعه اللي كتخرج منه؟ واش اشعه الراديوم؟ ربما تكون اشعه غاما ولا بيتا. ولكن منين كيجي هذا الشيء اصلا؟ وهو باش توصل هاد النضال المشعه خاص يكون عندك مفاعل نووي. دورت وجهي في القنت الثالث اللي حدا الباب حتى كتبان لي واحد البلاصه مغطيه بخاميه، عرفتي بحال ديك البلاصه اللي كتدخل لها باش تقيس الحوايج. المهم جريت هاد الخاميه وهي تبان لي في القنت علاقه ديال الحوايج، ومقابل مع واحد الباب صغير اللي غير كتحلو كتلقى بيت صغير مضوي غير بالضو ديال اللامبه ديال البيرو، وحده واحد لاباري صغيره وسطها كاينه مدخله ديال الراديوم 100% هذه هي اللي كتحول الراديوم للاشعه. رجعت للمختبر فين كاينين القراعي ديال المخاخ، كندور وكنشوف الماتيريال اللي كاين تما، اش من اجهزه ديال التقطير، صباغات، محاليل، ميكروسكوبات. حطيت عيني على العدسه ديال واحد من هاد الميكروسكوبات حتى كتبان لي الشريحه عامر بالحيوانات المنويه، ماشي ديال الانسان ولكن ديال الجران. واللي زاد اكد لي هذا الاستنتاج هما البويضات ديال الضفادع وكاع مراحل النمو ديال الضفدع في الميكروسكوبات الاخرى. معنى هذا الشيء هو انه كيدرس عمليه تلقيح البويضه وكيشوف كيفاش كتنقسم وكيفاش كيتخلق الجنين، بالخصوص ان الميكروسكوب مزوم مزيان على النواه ديال البويضه والكروموزوم اللي وسطها. فهمت ملي شفت البيوغات اللي بجنب الميكروسكوب عامر بواحد اللي كيزرق انه باغي يجرب تاثير المحاليل الكيميائيه اللي كيصيب على الكروموزوم. فوق الميدا كاين واحد الدفتر، غير مديت يدي ليه وانا نكرم في بلاصتي حيت سمعت صوت الساروت كيدور في باب الفيلا وشي واحد داخل وبين عليه الزربان. ما بانت لي ديك الساعه غير البلاصه اللي مغطيه بالخاميه، تخبيت من موراها وبقيت كنطل. دخلت الدري ومعه واحد الراجل اللي كبر منه بشويه، تقول في البدايه ديال الربعينات ولابس طاقيه فوق من راسو. الفيغوره ديال راغب داميان كانت كتخلع، لا علاقه مع الدري اللي شفت في العياده. وجهه بيض بحال كيعوم بجبير صباح وعشيه، ورقيق الجلده على العظم. سمعتو كيقول الراجل هو كينعت لي الكرسي: هذه لاباري اللي عاودت لك عليها راه جاي من الالمان، دقه بطله داكشي اللي عندك. ولدي ما كرهناش، الله الشفا يجيب السبابه. صافي غير توكل على الله وكون هاني، دابا حي الطاقيه وريح. غير حي الطاقيه وبانت لي الصرعه ديالو كتبري. فهمت القالب اللي باغي يدير ليه، كيقنعوا ان الكرسي اخر ما كاين في علاج القروعيه ديال الشعر. هكا كيثيق فيه وكيعطيه راسو بخاطر خاطرو باش ديك الساعه يدير فيه ما بغا بلا حتى شي مقاومه من جهه الضحيه. وحتى لما مات ليه وسط التجربه
فراه يقدر يستافد من المخ ديالو من بعد. في الصراحه ما كانش داير في بالي في الوقت اللي دخلت فيه لهاد الفيلا انني غادي نشوف جريمه قتل بعيني. غير ريح القرع فوق الكرسي، بدا الدري كيعبر ليه في راسو كيكشف في الدفتر. شويه قاد دوك الكراج بثلاثه باش يفيزو مباشره على السونتر ديال الراس. حل من بعد واحد المجر وجبد منه سورانج جديده، عمرها بداك الليكيد الزرق ودقها لي في العنق ديالو. هز عينو في المكانه ديال يدو وقال دابا خاصك غير تسنى 10 ديال الدقائق وغادي نبدا لك التريتمون. سولت راسي علاش 10 دقائق بالضبط. هنا تفكرت ان هذه هي المده باش توصل الماده اللي دقات في الدم للجسم الصنوبري، وبدا ديك الساعه المفعول ديالها وتبقى لي غير لي غادياسيون. خاصني ندير شي حاجه، ما يمكنش نبقى غير واقف كنتفرج. مع كل ثانيه كدوز راغب دميا خدام كيركب في الخيوط ديال الضو ما بين الجينيراتور والكرسي. بشويه بشويه دوك الكراج بداو كيشعلوا باللون الخضر، كل ما كيزيد التوهج ديالهم كيتزاد معاه واحد الصداع بحال الصوت ديال الشومانياتيك. دورت عيني بالخلعه كنقلب على شي حاجه، اي حاجه نعتق بها القرع، حتى كتبان لي بواطه مخشيه في الحيط اللي مقابل مع العلاقه. حليتها وانا نلقاها المكانه ديال الضو. في ديك اللحظه حسيت براسي بحال كنت غادي نغرق، وشي واحد اخيره اللي حيا البويد السوفتاج. طيحت المكانه ديال الضو وغرقات الدار كامله في الظلام. سمعت الدري كيدمدم وهو طالع لي الدم. عاوتاني تقطع الضو، ما يعرفوا هاد الناس واش بنادم خدام ولا كيقرا. تفو على مرض. خدم البيل وقال القرع اللي مازال مريح في الكرسي عرفتي شنو؟ ما بقات خدمه دابا، وزيدون راه قربات طيح الظلمه. عرفتي غدير؟ خلي حتى الغدا ورجع عادي نكملوا. يلا نوصلك لداركم. تما سمعتهم كيحلوا الباب وكيخرجوا. ما حد في هاد البلاصه فراه ضروري غادي يعيق بيا ملي عرف بلي غير هو اللي مقطوع عنده الضوء. ولكن انا ما غادي نربح والو ولا تواجه انا وياه فاس فاس. من الاحسن نغامر بالتخبيه ديالي هنا ونخليه يحس بلي كاين غير هو هنا باش يخدم على طبيعته. حتى حسيت بلي صافي بعدوا على الفيلا وانا نردو كيف كان. من مور شي ربع ساعه فحال هكاك سمعت الصوت ديال الباب كيتحل والدري داخل بوحدو. غير شاف الضو الشاعل سمعتو كيضرب في يدو كيقول كون غير تسنينا شويه. من بعد حل الدفتر اللي محطوط فوق الميده، شوفها فيه وشوفها في الميكروسكوب. شويه واش الشريحه اللي كان كيشوف ولا حاف الدارو. جبد من واحد الصندوق تحت الطابله جرى ناحيه، خدا الموس بدا كيشرح فيها، فرغ كاع الحيوانات المنويه اللي فيه في شريحه جديده ورجع كيطلب في الميكروسكوب. من بعد خدا شويه ديال اللي كيتزرق بالبيبات، مع كل قطره كيحطها فوق الشريحه كيضرب طله في المجهر وكيكتب في الدفتر. من مور ساعه ديال الخدمه بدا كيبان عليه العيا. كل مره كيحك راسو فحال فيه شقيقه، عيني حمراء فحال شحال هادي ما شاف النعاس. بالخف جبد بره جديده عمرها بالسائل الزرق ودقا في دراعو. من مور 10 ديال الدقائق ريح حتى هو في الكرسي، لبس الكاسك وقرب الكرات حدا راسو، واحد القدام وجوج الاخرين في كل النظر. من بعد ورك على شي بوطونات والكرات بداو كيشعلوا، وانا كنشوف هذا المنظر متيقش عينيا. او كيجرب هادشي حتى على راسو، ولكن كيبان لي غير نفس الكميه اللي عطاها القرع. من بعد ما بدات كضرب فيه لي غادياسيون الدري كرم في بلاصتو ولا فحال شي عصبه، عيني محلولين على حدهم ومخلوع فحال تحلو قدامه بيبان جهنم. بشويه بشويه بدا كيدخل في غيبوبه والدات ديالو غدا وكترخى فحال شي حد مفوندي في النعاس. من بعد بدا كيهضر بنفس الطريقه اللي دوا بها اول مره طرات ليه هاد النوبه في العياده. بدا كيدوي بالاسبانيه مع شي واحد اخر. واه صاحبي داكشي اللي وقع داك النهار مازال عاقل عليه بحال واقع غير البارح. اسمع، ما عندي ما نخبي عليك اصاحبي، كنت عارف ان هذيك المينا غادي تفرقع في ديك اللحظه، كنت عارف كل شيء. شويه الصوت تبدل تماما فحال ساكنوا شي حد اخر. كيفاش؟ واش من نيتك؟ هادشي راه ما يمكنش يدخل العقل. شوف، كاينه واحد الحاله نفسيه اللي ما كيحس بها وما كيفهمها غير اللي دوز الحرب حياته كامله، الحاله اللي كتخلي الجندي يجري ما يعقل للموت، بحال شي حاجه في الداخل ديالو كتخليه يقلب على الراحه. كتلقى ديك الساعه كيجري ما مسوق القرطاس ولا المين. دومي قالوا فاركا دابا باغي تقنعني باللي دخلتي بين الارض شبعانه مين وانت كنتي عارف هكا؟ كنت عارفه. دون فاركا هزي ديك الفوق غادي نديك فين تربى دابا. وكيفاش غادي تديني فين تربى؟ شنو غادي تشد فيا كاع؟ واش ما كتشوفنيش مكفر هادي مده في القبص من راسي رجليا فحال شي موميا باغي تشد القبص وتحطو في الحبس. الله الا ضحكشيني واخا ما فيا اللي يضحك. ولكن قول لي كيفاش غادي تنفذ الامر السي الكوميسير دون سيباستيان؟ واش ناسي راسك بلي انت كيف ناموسيه اللي حدايا بلا دراوع ومقبص في حالي؟ سمعت دون سيباستيان كيغوت طالع عليه الدم. غادي ندخلك الحبس موجب القانون. حلف. واش داك القانون اللي كدوي عليه دابا صافي ما بقاش؟ واش نسيتي بلي خصنا الحرب ودابا ولا قانون جديد؟ شوف شنو داير بيك، حنا دابا اسرع حرب ماشي ابطال كيف ما كيصحاب ليك راسك. كلشي تبدل، وبالنسبه لنا مع الاسف تبدل المكفس. واش تمسطي في مخك ولا شنو؟ ولكن شنو المعمول دابا؟ شنو غادي يوقع لينا؟ غادي نموتوا. ولكن انا ما بغيتش نموت دابا، باغي نبقى حي، باغي نعيش. عينيا ما محيدينش على وجه راغب دمين هو كيتنصص بالبكا. كان باين انه ماشي هو اللي كيتحكم في راسو. واش هو مسكون؟ شكون هما هاد دون سيباستيان ودون فارغا؟ تدريجيا بدا كيسكت الكرسي فحال كان بروغرامي، والدري بشويه بشويه بدا كيحل عينيه وكيشوف الدنيا اللي دار به
حتى سكت الكرسي بمره، وجهه مخطوف وعينيه فحال كيسان ديال الدم. هز التليفون اللي كان محطوط فوق الطابلو وبدا كيسمع التسجيل ديال داكشي اللي وقع ملي كان مغيب. كيسمع وكيكتب ملاحظات في الدفتر. ملي قرب يكمل التسجيل بدا كيتوب كيشوف في الساعه، حيت ستيلو الدفتر من يدو، تفاضلو ورجع لبيتو باش ينعس. تسنيتو حتى سد عليه الباب ديال بيت النعاس وخرج من بلاصتي اللي كنت مخبي فيها. اول حاجه ضربت ليا في راسي هي انني نشفر داك الدفتر اللي كيكتب فيه، ولكن خفت لا ضربو الفيقه في الليل وما يلقاش، وديك الساعه الشك ديال بصح ويهرب بمره. هادشي علاش خليت كلشي في بلاصتو وخرجت في حالي من الفيلا. غير وصلت للدار اول حاجه فكرت انني نديرها هي نسول صاحبي استاذ التاريخ في اسبانيا على هاد جوج شخصيات، دون سيباستيان ودون فارغا، واش كانوا نيت شخصيات حقيقيه ولا غير كنت كنهلوس في ديك اللحظه. اللي كنعرف هو ان اسبانيا دابا ما داخله في حتى شي حرب، دونك الحرب اللي كانوا كيهضروا عليها ما تكون غير الحرب الاهليه اللي سالت شحال هادي. المهم كيبان لي الاستاذ هو اللي غادي يعرف شكون هما وشنو طرا لهم من بعد. كان ديك الساعه 4 ديال الصباح. قلت بلا ما نعيط عليه في التليفون نصدعو، صيفط له ايميل وبقيت كنتسنى. بالي ما بغاش هنا من التفكير، حرت البيت طول وعرض بالمشي. كل شيء بدا بنهار كحل زحل في العياده، واللي وصلني دابا انني نحضر داكشي ديال الجرائم، وعلى الله شحال من وحده مازال ما حضرتش ليها. كيفاش حتى البوليس ما طاحش على جوتات؟ عرفتي شنو هو اخي بلان يقدر يوقع دابا هو توقع شي حاجه للدري يموت اولا يتصطب بلا ما نعرفوا شنو الدافع ورا هادشي كامل. ما يكون هذا غير الجواب ديال الاستاذ. السلام دكتور، كيف داير؟ لاباس عليك؟ كيف غادي مع شي خدمه؟ شفتك ما نشرتي حتى شي ابحاث جديده. المهم هذوك الاسماء اللي صيفطتي ليا راه بصح كانوا مشاركين في الحرب الاهليه. دون سيباستيان كان مصارع تيران قبل ما يلتحق بالحرب ويموت، ودون فارغا ما قدرت نعرف عليه والو قبل من الحرب. نتمنى دكتور تكون هاد المعلومات فاتك في البحث ديالك. دابا بديت كنفهم اكثر. الاصوات اللي كنت كنسمع ماشي هلوسات ديال الدري، ولكن ديسكور حقيقي ما بين جوج ديال اسرى حرب. وكان كيفاش قدرنا غير بدا منين يوصل للماضي؟ كيبان لي ان الجسم الصنوبري هو السرود ديال هاد اللغز. حتى لدابا العلم ما قدرش يعرف الوظيفه ديالو، حتى جا الدري وقدر ياكتيفيه بداك السائل الزرق ولا غادياسيون، وهكا ولا بحال شي حاسه سادسه، عين ثالثه اللي كتخليك تشوف الماضي. في الصراحه هذه حاجه ما كتدخلش العقل من الناحيه العلميه. داكشي اللي كيوقع في الماضي عمرك تقدر توصل ليه من غير في المجال ديال علم الفلك، ولكن الميكت على هذه الجهه تقدر تبان لك الفكره مقبوله نوعا ما. من شحال هذه والثقافات كانت عندها طقوس فين تدخل في اتصال مع الاسلاف ديالها. الا خدينا المستقبل كمثال، بالنسبه لنا هو بلاصه مجهوله. الحاجه الوحيده اللي كنقدروا نديروها هي نتوقعوا شنو غادي يوقع باستعمال العلم. امتى غادي يكون الكسوف، امتى غادي تقدر تصب الشتا، ولكن واش نقدروا نتوقعوا انه غادي يجي نهار اللي نقدروا نشوفوا فيه خلط الزمان كيف ما كنشوفوا المكان، اننا نقدروا نمشيو في الديمونسيون ديال الوقت كيف ما كنتمشاو في الديمونسيون ديال المكان؟ داكشي علاش كاين افلام ديال الخيال العلمي من خلالها تقدر تشوف هذا المستقبل، ولكن في نهايه المطاف كتبقى غير فيلم، غير واحد الباستون اللي اون فوا كيسالي كترجع تعيش الحاضر. دابا تخيل معايا قلت لك انه ولات عندنا الامكانيه انك ماشي غير تقرا التاريخ اللي كيكتبوه الناس اللي كيربحوا، ولكن تشوف الحقيقه بعينيك بزوج بلا شي وسيط اللي كيوصلك غير داكشي اللي في مصلحته ولا اللي كيبينو زوين. يمكن راغب داميان هو اول واحد يقدر يفوت الجاذبيه الكبيره ديال الواقع الحالي وحط رجلو في الطبقه الفوقانيه ديال الرياليتي. بالنسبه ليه هذا ماشي فيلم ديال ستانلي كوبريك، ولكن كيفاش نقدر نوصل ليه حتى انا؟ كيبان لي خاصني شي خطه. من نهار تحطيت في هذه القصه وانا الظروف هي اللي كتلعب بيا، غير وكان هاد المره كنت عارف شنو خاصني ندير. شريت العده اللي كيحلوا بها القفوله ديال البيبان وقصت الفيلا. تسنيت من بعيد حتى خرج راغب داميان من الفيلا وغبر الطوموبيله ديالو في لوريزون. من بعد قصت الباب ديال الفيلا، جبت العده وبديت كنتقاتل مع القفل. ما كنتش معول ان هاد العمليه غادي تاخذ لي هاد المده كامله. عرفتي شحال كتبان ساهله في الافلام ديال الشفره؟ شويه ويتبان لي الطوموبيله ديال راغب داميان جايه من بعيد. دخلت بالخف وسديت من موراي الباب، مشيت ديريكت للمختبر وتخبيت في الكوان ديالي مورا الخاميه. 5 دقائق من بعد دخل من مورايا هو في يدو قرعه ديال الزاج، قرعه بحال القرعه ديال الكونفيتير ولكن مخبيه في ثوب كحل. غير حيدو هي تبان لي عنكبوت كحله قد اليد كحله ومزغبه، كنشوفها كتركل وسط القرعه باغيه تخرج. كيجي بيا الله فحال عرفاني من مورا الخاميه وحاضياني بعينيها. حط القرعه فوق الكونطوار، جبد فرشه طويله بيد وحل القرعه باليد الثانيه، غرس الفرشة في العنكبوت وخرجها. بالخف خدا المشط وبدا كيشرح فيها. تشوفوا تخيلوا غير في شي ريستو حاطين لي ستيك وكيحاول يقطعوا بالموس والفرشات. حل العنكبوت راسو جبد منه واحد الكره بيضاء دايره بحال الفلو، حطها وسط واحد القرعه وبدا كيزيد عليها في الليكيد، واحد من مورا الاخر واحد من مورا الاخر حتى ولات بحال الحليب الخضر. حط القرعه في واحد الماكينه اللي كتبقى تدور بالزربه لمده شي 3 دقائق بحال هكاك. من بعد طفى الماكينه وخرج القرعه. كانت السوليوشن وقع لها بريسيبيتاسيون، البيوديه حتلات لتحت، واحد الليكيد ترونسبارون بقى الفوق. من بعد بقى كيخلط فيه مع المحاليل الاخرى حتى انا صافي لاشيت في ديك اللحظه، ما قدرتش نبقى متبع معاه. المهم اخر حاجه دارها هي ان هذا الليكيد ولا صفر، حطو في لوطوكلاف مورا معمر الماكينه ديالو، سدو مشى ينعس. ما خرجش من بلاصتي ديك الساعه حتى تاكدت انه ولا ثقيل في بيت الناس. مشيت مباشره لوطوكلاف. لاباراي كانت بروغرامي على 2 ساعات ديال الخدمه، يعني قدامي 2 ساعات قبل ما تصوني وتفيق الدري من الناس. قربت للعنكبوت المشقوق، راسو كان نحلو كيف ما شفت من بعيد، ولكن نقص منه غير الغده اللعابيه،
حليت الدفتر اللي محطوط في الجنب، اغلب الصفحات مكتوبه بكود اللي ما تقدرش تفهمو من غير اللي عندك الحل ديالو. كتبان الكتابه فحال شي ليسته ديال المقادير، خلاصه براعم ديال نبته الاكاديميا، سرعه نمو البويضه الملقحه في سوليسيون بازيك، وشي كلمات وجمل اخرى اللي مضروب عليها بالسيلو كحل، ارقام، عبارات وعمليات حسابيه اللي ما قدرش نعرف عليها اش كدل. اشنو العلاقه ما بين هاد المعطيات كامله؟ الحاجه اللي بانت لي كتربط ما بيناتهم هي سرعه النمو. الغده اللعابيه ديال العنكبوت اللي كتنتج وكتفرز الخيوط ديالها، هادشي علاش ديما كتلقاها خدامه وكتجدد. والحيوان المنوي معروف على انه البذره ديال الحياه والنمو، يعني هو كيقلب يصيب الماده اللي كتنشط او كتحفز الحياه والنمو. واخا حتى لهنا كيبان لي هادشي مفهوم. هزيت عيني من على الدفتر ودورتهم في اللابو، ربما تكون شي حاجه تزادت فيه من اخر مره جيت لهنا. شويه تجي عيني في قرعه في القند ديال البيت فيها شويه ديال اللي كيتزرق، قربت وني فيه وهي تجيني فيه واحد الريحه بحال الريحه ديال الثومه. في ديك اللحظه سمع الصوت ديال الباب اللي قدامي كيتحل بالزربه. عيني جات في العين ديال راغب دميان. كانوا عيني بحال الصوره ديال الشيطان في اغلب الافلام، حمرين وشبعانين عروقه، داخلين وكحلين كثره ليسرن، شعرهم مشعكك ورجليه ما قادينش يهزوه. وقف وشاد غير في الكادر ديال الباب، حل فمو ولكن الصوت ما كيخرجش منه. مد يديه في جهه القرعه اللي هز في يدي والقون ديال فمو بيض بالرغوه. طلع واحد التنهيده طويله وطاح في الارض. مشيت كنجري لعندو، مره عيني كيتسدوا كيتحلوا وبزز باش كيقدر يطلع النفس. دور عيني في لابو كامل وبدا كيتمتم. انا ما قتلتش حد، انا قتلت غير راسي. هادوك اللي ماتوا حيت عاشوا العمر ديالهم كامل وفاتوا ليه، عاشوا مليون عام. تخيل بدا ما كيقنعش، اش بغاو اكثر من هادشي؟ حتى انا عشت مليون عام. عرفتي شفتك ملي تولدتي اول مره، وما كانش هذه غير هي المره الوحيده اللي تولدتي فيها، انت تولدتي مرات ومرات. في الحقيقه انت شارف بزاف، عمرك فايت العمر ديال الاهرامات. كان كيشوف داكشي اللي دار بيه وكيتبسم. بأي سميه بغيتي نعيط عليك؟ واش بسميتك في وقت المماليك، اولا في ايام الاتراك، اولا في ايام الرومان، اولا في البابل؟ تخيل في واحد الوقت كان سميتك عبد المولى الكلون. ملي سمعت هاد السميه بالرغم من الغرابه ديالها الا انه حسيت باللي ماشي هادي اول مره يعيط عليا شي واحد بها. عرفت راه كنتي كلون مهرج ديال السي الحاكم، تتنقز وتشقلب باش تضحك وتفوج عليه. قصي هو رقد الدراعي هادي اللي هزك ويهرب بك. كنت فيما كنشوفو كنموت عليك بالضحك، وعلى الاقل بعدا كنتي كتقول الخدمه ديالك. دكتور محمود داوود الصغير والكبير كيعرفك ويقدر القيمه ديالك وكيحترمك. فينك دابا من عبد المولى الكلون. كل واحد فينا عنده تاريخ، عنده قصه طولها الملايين ديال السنين. دابا واش ما باغيش تعيش هادشي كامل؟ انا عندي لك السر اللي غادي يخليك تعيش مليون عام، تعيش الماضي صوت وصوره، تقلب صفاحيه كيف ما تبغي. المخ عالم كبير ومعقد بزاف، دير فحال شي مكتبه، كل يوم في التاريخ مكتوب فيه حرف بحرف ومحفوظ تماما. شحال هادي من نهار تخلقات الحياه، واش مستعد تقرا حروفه؟ انا صافي فات فيا الفوت، هذه هي الاخر ليا، بقات لي دابا غير الموت. بدات كتظلم بيا الدنيا. شد راسو بيديه بزوج وبدا كيغوت. وانا ما قتلت حد، واش ما باغينش تفهموا؟ مرتي ما كانتش مستعده، هي اللي طمعت فلوس كبيره. وعباد الله راني كنموت دابا. عطيت لكل واحد فيهم مليون عام، عطيتهم بلا مقابل، ولكن ملي وقفت غير على لحظه واحده تزاد لي في عمري دابا ما لقيتهاش. انا دابا غير حال العينيه ما قادرش نرمش باش ما نضيع حتى شي لقطه. تقول فحال سرت لساني في بالي اكثر من سؤال، لكن المهم فيهم هو نعرف حاجه وحده. مناش مصيب اللي كيتزرق ودوي سربي اللي كيد التركيبه ديالو ودوي دغيا دوي. كانت هذه اخر حاجه خرجت من فمو قبل ما يموت. صافي تسالات الحياه ديال راغب دميان، خرج من حياتي حتى انا كيف ما دخلها على غفله، وخلى وراه طون ديال الاسئله بلا حتى شي امل على اني نعرف الجواب على واحد منهم. تما طلعت معايا واحد الفكره مخيفه بزاف. انا الشخص الوحيد في هذا العالم اللي ورث هذا السر، ولكن ما كيسوى والو بلا الحل ديالو. انا دابا مريح لجوته ديال الانسان وسط فيلا خاويه، سقيلها خلاني نفكر في واحد الحاجه اللي ما كانتش تقدر تطيح عليا حتى في اسوأ الكوابيس. راغب دميان دابا مشى ومشات معه كاع المعلومات، غير وكان الجسم ديالو مازال كاين مخو. نقدر نعرف غير بضربه ديال المشرط اشنو وقع في هذا المخ اللي خلاه يشوف الماضي. الفضول اللي عندي ولا غادي وكيتزاد، والبصره غادي وكتعمى. الفكره ولات كتبان لي فكره مقبوله قدام الفضول والواجب العلمي. حسيت براسي وليت انا هو الحارس ديال المعبد، غير وكان باش نحرسو خاصني نعرف شنو فيه، خاصني نسربي قبل ما تبدا تكرم الجثه. حليت الصاك ديال التشريح وجبت المشرط. لا هذا ما خدامش ليا دابا، خاصني شي منشار. وسط الصاك لقيت بزاف ديال الانواع. من ربع ساعه ديال الخدمه كنت صافي وصلت للمخ، لقيتو شبعان حموريه وعروقه كبار ومنفوخين. اول حاجه لاحظتها ملي خرجت وقسمتهم من الوسط هو ان الجسم الصنوبري
كبر 3 المرات من حجمه العادي، حيدته من المخ بشويه وحطيته في محلول ملحي. دابا بقات اصعب واهم مرحله، هي نقطعوا شرائح رقاق ونضرب عليه طله في الميكروسكوب باش نعرف شنو تبدل فيه. غير حطيت عيني على العدسه ديال المجهر، المنظر اللي شفت كان فات داز قدام عينيا. كانت الخليه بحال ديال الكونسير، عرفتي بحال دوك اللي شفت في الشريحه اللي كانت في الدار ديالو. كان ديك الساعه كيسحب لي على انها نسيج جنيني ساعه العطرف من المخ ديال بنادم. كان الخلايا ديال الجسم الصنوبري ناشطه بحال دايره دوباج، اكيد جهد جاي من هذاك اللي كيتزرق ولا غادياسيون. ولكن هاد الملاحظات رجعوني واحد السؤال مهم، واللي هو مناش مصيب هاد الليكيد. الدفتر ما بقى نافع والو دابا، حيت اللي قدر يقراه مات. المهم دابا هو انه مازال عندي شويه ديال الليكيد، نقدر ندير عليه التحاليل ونعرف التركيبه ديالو. ولكن ديك الساعه بديت كنفكر في واحد الحاجه اللي جاتني اكثر اهميه دابا، تجربه احسن من كاع التجربات الكيميائيه. علاش ما نجربش هذا السائل على راسي؟ بغيت نعرف انا الاول شنو تيدير، باش كتحس ملي كتاخذو، كيفاش كيتفاعل معاه المخ. مليون عام حتى انا بغيت ندوق من هذه الشجره. كنت في ديك اللحظه بحال شي واحد ابنوتيزي، بحال الدري الصغير في التجربه ديال المارشمالو. حاد قدامي الحلوى وريوكي خارج على ودها، كنسمع كتهضر وكتشرح لي علاش ما خصنيش نقرب ليها، ولكن انا ما مسوقش، عارف راسي غير غدور وجهك ما غاديش نعطلها. يدي تمدات للشوكه وعمرتها باللي كيتزرق، وانا غير كنشوف بعيني وقلبي كيضرب في 90. بدفعه خفيفه من الصبع الكبير ديال يدي بديت كنحس بالسائل كيدوز في العروقه. كل ما كيزيد يتحرك مع الدم كنحس بواحد الاحساس غريب، عرفتي بحال ملي كتكون عطشان وكتشرب بوناضه بارده. ايوا فحال هكاك كلشي بدا كيبان لي زوين وكيبري، واحد السعاده اللي ما كتوصفش. حليت عيني في الساعه ديال الحيط وانا نتفكر 10 دقائق اللي خاصني نوجد فيها قبل ما نريح في الكرسي. لبست الكاسك، فيكسيت الكرات على البلاصه اللي فيها الجسم الصنوبري في راسي، وركت على البوطونات كيف ما شفت الدري كيدير، وجلست كنتسنى غير تسالي 10 دقائق باش نبدا. 5 4 3 2 1. خمسة 4 3 2 1. حليت عينيا وانا شبعان خوف، ماشي الخوف حيت شفت شي حاجه كتخلع، ولكن داك الخوف اللي من مورا شي حاجه اللي مزيانه. عرفتي بحال ملي كتبغي تعيش شي تجربه جديده، اولا ملي كيجيك داك الفلو ديال المعلومات جديده اللي كترق فيهم الحواس، وديك الساعه الدماغ كيخرج من الاوتوبيلوت اللي كيفرضوا عليه الروتين ديال الحياه. السما اللي حليت على عينيا كانت حمراء وشبعانه غبره، ديور طالعين غير بالتراب والقصب، والناس اللي قدامي كدور بحوايج قديمه بحال شي فيلم تاريخي، الصداع والغوات بحال ديال البياعه في السوق. هذا المنظر خلاني نتبروكا بحال شفت في عينين الميدوزا. ولكن مع الوقت بدا كيتبدل هذا الاحساس ديال عدم الراحه، وبديت كنحس ان هذا العالم ماشي غريب عليا. نقدر نحلف على انه اكثر واقعيه من العالم اللي مولفين عليه. نقدر كاع نوقف فيه بنادم ونعيط على كل واحد فيهم بسميتو. هذا المحل كنعرفو، هاد الزنقه عارفه فين كتخرج، هاد الناس كاملين عارفهم واحد واحد. هاد العالم فايت عشت فيه. كل شخص كنشوفو هنا وسطو بزاف ديال الاشخاص اخرين بحال ماتريوشكا، ولكن ماشي غير بنادم هكا، حتى من الديور، الاصوات، الفترات الزمنيه، شي مخلط مع شي. وبرغم هاد الشيء كامل فهي ما كتخلطش على العقل، لا بالعكس، تقدر تفرز كل وحده فيهم بكل سهوله. كل شخص في هاد العالم ما كيبانش غير فرد واحد، ولكن الاف ديال الافراد. ها هو واحد كيقرب لعندي وكيبتسم، والملامح ديالو كتشبه الملامح ديال راغب دميان. وفينا اسحاق لاباس عليك؟ انا هو اسحاق. ولكن اش كيدير راغب هنا؟ ياك ما هذه هي النسخه ديالو في هذا الوقت؟ ها حنا دابا غادي بزوج القهوه، هاد القهوه كنعرفها، السربايح حتى هو كنعرفو. غير دخلت كلشي بدا كيبتسم ويسول عليا كيف داير، بحال دخلت عند عشراني. صاحبي اللي دخلت معاه سميتو عيسى، ملي ريحنا هو كيعاود لي على الجاريه اللي شراها البارح من سوق النخاسه، وانا غير كنشرب وكنضحك. شويه تحط قدامنا الشوا، هو يقول لي ودوق دوق صاحبي هاد الخير، عرفت هاد العطريه راه جايه مباشره من الهند، احسن ما غادي تذوق. برا القهوه بدينا كنسمعوا الصوت ديال الجري، شويه واحد الغوته مجهده، من موراها شي حد كيطيح قدام باب القهوه. خرجت لبرا نشوف شنو طاري، حتى كيبان لي راجل مضروب بالموس، ما بقى ليه والو يودع. وركت على الجرح، على وعسن موقف النزيف، ويدي وحوايجي كاملين حمرين بالدم. مع الهزه ديال الراس لقيت قدامي عسكري. حصلتي الكلب قتلتيه؟ واش قتلتيه؟ دورت وجهي لقيت عيسى هرب وخلاني بوحدي. اسحاق بياع السم، هاد هي الاخر عليك. انا ماشي بياع السم، انا راه غير عشاب، كنصيب الدواء وكنبيعو للناس المريضه. الدواء؟ وقول سحور، قول توكل. اش داني شي سحور؟ انا غير عابر السبيل، جاي نرزق الله في هاد البلاد. الليله تبات في الحبس صافي، وغدا مباشره قدام القاضي هو اللي غادي يتفاهم معاه. والله ما درت شي حاجه، والله ما درت شي حاجه. كتعرف بالله الكافر؟ فين كتعرف الله بهذا الشيء اللي كدير؟ وعباد الله، والله حتى مظلوم.
عيت ما نطلب ونرغب فيه ولكن ما بغاش يحن فيا. دوزت ديك الليله في الحبس غير الظلام والرطوبه، واحد البرد بحال السم كيدخل مع العظام، ما تقدرش تفرق ما بين صوت الفيران وصوت الصدوره ديال الناس اللي كتزوي بكثره الكحبه. في الصباح لقيت راسي قدام القاضي والعسكري كيشهد باللي شافني حتى قتلت ويدي شبعاني بدم الضحيه. في البلاصه حكموا علي بالاعدام، خرجوني لبرا وجا واحد ضرب لي راسي بالسيف ومت. ولكن انا مازال كاين في هذا العالم، حتى حد ما كيموت، كل واحد كيتولد وكيعيش حياته مرات ومرات اللي ما كتسالاش. انا دابا فوق جبل كنطلع على بزاف ديال الاراضي مزروعه بالروس، قراع ومدور عليا غير بالثوب. انا بودي دابا سميتي ايكيو، حياتي غير صلاه وتعبد وتامل. الناس كيجيو لعندي من كاع القنات ديال الدنيا باش يعيشوا غير شويه من داكشي اللي عايشنا دابا، عيشه كالم ومتسامح مع ذاتي. في ديك اللحظه بديت كنتفكر راسي الدكتور محمد داوود، كانت كتبان لي ديك الشخصيه بحال شي ذكرى باهته غير حلم، ودابا اخيرا قدرت نفيق منه. كل مره كنفيق في بلاصه بسميه مختلفه، عشت دابا المئات ديال السنين، عشتهم بالزوين وحتى الخايب ديالهم. كل نهار كان فحال اول واخر نهار ليا في العمر. ملي كنت صغير كنت نتخيل راسي كندور العالم كامل، كنعيش مغامرات، حروب، قصص حب، انا البطل في كاع هاد القصص. ودابا هاني دابا كنعيشو، انا دابا واحد من الفايكينغز، هاز الشقور في يدي وبقى عندي فين نزيد، العدو قدامي والبحر من مورايا. هذاك اللي كيدار معايا دابا كيعيط عليا بسميت ماغنس، وجهه كيشبه ديال راغب داميان، غير دابا سميتو هنريك. لحمي ما فيه حتى شي بلاصه وحده ما خارج منها الدم، كنحس بالعافيه شاعله في الذات ديالي كامله بكثره الالم. ولكن بشويه بشويه الالم بدا كيخف، بشويه بشويه بدا كيبان لي اللابو اللي وسط الفيلا، الكرسي اللي مريح فيه، الجوته اللي قدام الباب، حتى طفى الكرسي غير بوحدو وفقت بمره. هزيت عيني في المكان ديال الحيط، داز غير نص ساعه مني ريحت في الكرسي حتى لدابا. ويلي واش قدرت نعيش مئات ديال السنين غير في نص ساعه؟ الاحداث اللي عشت تقدر تعمر الالاف ديال الكتب ويشات الخير. هاد الشيء كيعني انني كنت في عالم الوقت فيه كيدوز بواحد الوتيره اللي مختلفه على هنا، دقيقه فيه كتساوي عشرات ديال السنين. ولكن كيفاش نقدروا نبقاو تما بمره؟ يمكن هذه هي المعجزه اللي بغى يحققها راغب داميان بهذا السائل الازرق. انا دابا في اخيب واصعب موقف تحطيت فيه في حياتي، هو انا عرفت التركيبه ديال هذا السائل، فكرت في باش نقدر نبدا، ولكن الصعيب في هذا الشيء كامل هو ان الكميه اللي بقات عندي صغيره بزاف، تقريبا شي 10 مليلتر، يعني خاصني نخدم غير بقطرات قليله، وهذا هو المشكل. هذا التردد في الصراحه كانت مورا حاجه اخرى، كنت نقول مع راسي علاش ما نستمتعش بهذه القطرات. في ديك اللحظه كنت كنحس براسي بحال مدمن مخدرات، لا 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 شي حاجه اللي كثر. كنت كنحس براسي بحال شي واحد مسلوب الاراده. لقيت راسي في ازمه وجوديه ملي طاحت في بالي انه غادي يجي واحد الوقت فين غادي يتقاد ليا هذا السائل. شنو غادي ندير ديك الساعه؟ كيفاش غادي نقدر مازال نعيش؟ وهنا تفكرت الوجه ديال راغب داميان، هو كيجري كيف المسطي في المقبرات ورا هاد القطرات. تسطيه، هذا هو المصطلح اللي كيوصف مزيان الحاله ديالو، وهو واقف قدام باب غير دابا شويه كيشوفني شاد القرعه وهو ما قادرش يوصل ليها. ما عقلت على راسي حتى لقيت البرا عامره بالسائل ومضروبه في ذراعي، ولحمي كامل كيتبورش عليا. ريحت في الكرسي وما جات فين دوز 10 دقائق حتى وركت على البوطونه الحمراء ودخلت للعالم الاخر. اي كنحس بضربات المصوت على ظهري العريان، وكنشوف بزاف ديال الناس اللي معايا كندوروا على واحد الرحه كبيره اللي كتعصر الزيتون. شكون هاد خينا اللي كيضرب بالمصوت؟ راغب داميان عاوتاني كيضرب وكيغوت علينا باش نخدموا بالزربه قبل ما تطيح الظلمه. بلاتي، ولكن انا ماشي بنادم، انا طور عندي الصوت ديالو، كنمشي على 4 رجلين. اهتماماتي في الدنيا قليله وبسيطه بزاف، ناكل نشرب ونعس، واحد الراحه اللي ما كتصورش. حتى حد فيكم ما جرب النعاس ديال التور، انا جربته وحسدت عليه. بالنسبه للناس الشوفه ديال التور في العيد الكبير كتألمهم بزاف، ولكن نهار اللي كانوا غاديين بيا باش يعيدوا بيا الالم داز بالخف، ومن بعد كلشي تسالى. حليت عينيا لقيت راسي في غابه، حتى لدابا ما عارف شنو انا. الغابه شبعانه شجر طويل وعريض وداير بهم مستنقعات. الصوت الوحيد اللي حدايا هو صوت الريح اللي كيضرب في الشجر. الشتا خايط من السماء والجو شبعان يوميديتي، الماء ديال المستنقعات دافي ومره كيخرج منه دي غاز. المهم في هذا المنظر كامل ما كاين حتى شي مخلوق. الوقت هنا كيدوز بواحد التقوليه اللي ما كتصورش، فحال ما كايناش كاع شي حاجه سميتها الوقت. شويه وانا نعرف شنو انا شجره. في هاد اللحظه فقت فوق الكرسي وانا متيقش هادشي اللي وصلت ليه، ما تخيلش نرجع باللور هاد الدرجه. حيت الكاس من فوق راسي ونص بالزربه كنكتب داكشي اللي عشت باش ما نسى على حتى شي حاجه. بالقنت ديال عيني شفت القرعه ديال السائل ولات في شي شكل، اللون الزرق ديال الليكيد ولا خضر، حتى من ريحته بدلات، من ريحته من ريحه العفن. كيبان لي انه صافي خسر هاد الليكيد، ماشي بعيد تكون كاع تبدلات الخصائص ديالو. دابا ولا من المستحيل نعرف مناش كان مصيب. الخلعه ما بغاش تحيد مني وانا كنفكر باللي عمري نقدر نوصل للعالم الاخر مره اخرى. حسيت براسي واحد من دوك الناس اللي عايشين في كهف افلاطون، لا ماشي هذوك اللي ما عمرهم ما خرجوا، لا الجهل ديال هذوك الناس بالعالم البراني ما كيزيدهم ما كينقصهم. لا انا فحال هذاك اللي خرج
وشاف العالم الخارجي كيفاش داير، ولكن تفرضات عليه انه يرجع في حاله بمره. لا ما يمكنش ندخل هادشي لراسي، ما يمكنش نعيش هادشي اللي بقى لي من عمري محبوس هكا. عمرت البرا بداكشي اللي بقى من الليكيد وضربته في دراعي. ما غادي نرتاح عشان نتاكد. ريحت كيف العاده في الكرسي ووركت على البطونه الحمراء. واسي وبارك من الغوات، راك فرعتي لنا راسنا بهادشي. يلا هنوض، راك كتسنى فيك الطبيبه. ها هو دكتور راني جبتو ليك. يلا كانت عنده نوبه من داكشي اللي موالف كيجيه. واش بغيتيني نبقى معاك في حاله الا تزاد عليه الحال؟ لا غير خرج وسد الباب من موراك، الا بغيتك راه غادي نعيط لك. واخا المهم انا مورا الباب، الا بغيتيني عيطي عليا. سلام، علي ولا محمود ولا اسحاق ولا عبد المولى، باش بغيتي نعيط لك؟ ليمونه. كيفاش؟ انا ليمونه. كنحس براسي مدلي في الفوق ديال الشجره والبرد كيضرب فيا من كاع الجوايه. هذه ما تكون غير البدايه ديال فصل الربيع. لتحت كيبان لي واحد الدري كيلعب ويضحك مع صحابو، وجهه ما خافيش عليا، وجهه كيشبه الراغب دميم ملي كان صغير. ها هو دابا كينعت بصبعو وجهتي وكيتخاضر مع صحابو على انه يقدر يوصل حتى الليمونه الفوقانيه في اقل من ربع ساعه. واش كتاخذ دواك؟ لا 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 لا، انا مزروع طبيعي. خليني من داكشي ديال الكيماوي وداك التخربيق. لا الحاله ديالك غدا وكتكفس. الجرعه اللي عطيتك اخر مره ما بقاتش قاداك، ضروري نزيد لك في الدوز. ادم صافي غير اجي رجعوا لبيتو. ما كذبوش ملي قالوا دوا من الحال من المحال. الدكتور علي دميان كان طبيب عندنا في هذا السبيطار. كلشي بدا هادي 6 سنين، نهار لقاو عند ولدو راغب دميان ورم في المخ، بالضبط في الغده الصنوبريه. الخبر طاح على عائله دميان بحال الصاعقه. الدري كان ضروري يديروا ليه عمليه باش يحيد الورم. نسبه النجاح هاد العمليه قل من 5%. قدام كاع هاد المعطيات علي هو اللي قرر يدير ليه العمليه. عينا ما نصحوا فيه يخلي جراح اخر يديرها حيت حالته النفسيه ما مستقراش. ساعه ما سمعش الهضره ودار لي في راسو، ولكن مع الاسف ما نجحتش العمليه وولدو مات بين يديه. العلاقه ما بينه وبين ولدو من الاول ما كانش هي هذيك. راغب ما كانش باغي يقرا، كان مبلي وعزيز عليه الغناء، وباه ما لقى معاه حتى شي حل من غير انه يصيفطو بزز منه المدرسه داخليه في اسبانيا. ملي رجع من تما وهو حاقد على باه، حتى من الدار ما بقاش كيريح فيها ملي كيعرفو كاين. الموت ديال ولدو الوحيد واللي بسببه خلى مرتو تطلقو حيت كانت كتشوفو هو السبب في العيشه المكفسه ديال ولدهم، خلاتو من تما وهو منعزل على المجتمع في المختبر ديالو كيحاول يعرف علاش جا هاد الورم لولدو. داز ايام وشهور والحاله ديال علي ولات غادا وكتكفس، ولا غادي وكينفصل على الواقع. ديبرسيون، ادمان، ديبيرسوناليزاسيون، بارانويا، اضطراب تعدد الشخصيات. تكونت عنده العشرات ديال الشخصيات كآلية دفاع كتحميه من الصدمه. خلق لراسو عوالم موازيه، كل وحده في هاد الشخصيات ما كتشبه الاخرى، عايشه في وقت مختلف، عندها خدمه، سميه، تاريخ ديالها بوحدو. الحاجه الوحيده اللي متفقين عليها هي انه في العالم ديال كل وحده ولدو مازال عايش. في كل عالم كيعطيه اسم مختلف، مره كيسميه عيسى، مره كيسميه هنريك. المهم هو يكون ولدو راغب عايش باش يقدر يعيش هاني. المشكل هو ان هاد الشيء ما وقفش غير عند شخصيات ديال البشر، ولكن ولات عنده لاكتيريا سريريه او زيونتروبي، فين كيكون متيق 100% انه تحول لحيوان او لكاع جماد. تخيلات كفكاويه اللي كيشوف فيها القيمه ديال راسو بسبب الندم على كاع الاخطاء اللي دار مع ولده. عمرني في حياتي ما شفت شي حاله نفسيه معقده لهاد الدرجه. اليوم لقينا الدكتور علي منتحر في الشومبر ديالو. الغريب في هادشي كامل هو انه في كاع الوراق اللي تلقات عنده في كاع الحيوط ديال الشومبر اللي مريح فيها كاينه غير جمله وحده اللي كتعاود: السائل الزرق. بغيت السائل الزرق، السائل الزرق، غير شويه ديال السائل الزرق، غير شويه ديال السائل الزرق، السائل الزرق، السائل الزرق.